بص يا صديقي، تخيل معايا كده تكون شاب جيمر ومحترف في العاب الواقع الافتراضي، وتدخل اقوى لعبة تم صدورها وكل حاجة ماشية زي الفل، ولكن حدثت الكارثة. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش يا صديقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضمن لك ان حكاية النهاردة غير اي حكاية شفتها او هتشوفها في حياتك. حكاية النهاردة اسطورة هتزلزل اليوتيوب كله من جمدانها، وصدقني مش هتشوف اجمد واروق من كده. رحلتنا هتكون طويلة شويتين بس هتشوف حالة جبارة من الدراما، الرومانسية، الاكشن والعظمة. فعاوزك تروق لي دماغك وتركز معايا، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. في سنة من السنين البشرية أخيرا اكتشفت أول عالم افتراضي كامل، سوورد آرت أونلاين، والدنيا اتقلبت وكل الناس كانت عاوزة تجرب اللعبة دي. وتم إصدار النسخة البيتا، ودي نسخة تجريبية للعالم ده، واللي جرب النسخة دي هم عدد قليل جدا من اللاعبين المحترفين حوالين العالم كله، والشاب ده كان منهم، وده هو كيريتو بطل حكايتنا. وهو كان من مجربي الإصدار التجريبي للعبة، وكيريتو بيقرأ في كتاب بيتكلم عن مخترع عالم SAO وهو العالم كايابا أكيكو. وبتمر الأيام وأخيرا تم الإعلان عن عالم SAO بشكل رسمي، وفي خلال ثواني معدودة كل النسخ اتباعت وعددهم 10,000 نسخة. وجي الوقت اللي هيبدأ فيه انطلاق أول عالم افتراضي. وكيريتو بيلبس جهاز النيرف جير، وده هو الجهاز اللي بيدخل عقولهم للعالم الافتراضي. وبيدخل كيريتو وبيقول أخيرا رجعت للعالم ده تاني، وكل اللاعبين بيدخلوا وكيريتو بيجري ومتحمس جدا. فبيجي واحد وبيوقفه وبيقول له انت ماشي وكأنك عارف كل الطرق، اكيد انت كنت من مجربي الاصدار البيتا. فبيقول له ايوه. فالولد بيعرف عن نفسه وبيقول له انا كلاين وبطلب منك انك تساعدني وتعلمني الاساسيات. فكيريتو بيوافق وبيقول له انا كيريتو، وبياخده وبيدربه على القتال. بس كلاين مش فاهم حاجه وبيقول لكيريتو تعلم المهارات صعب قوي. فكيريتو بيقول له مش بالصعوبه دي، وبيمسك حجر وبيقول له كل اللي عليك تعمله هو انك تركز وتكون هادي. وبيهجم على الخنزير وبيصيبه، وكلاين بيجرب وبيهجم على الخنزير وبوم بيصيبه وبيقتله فعلا وبيفرح جدا. فكيريتو بيقول له لسه في وحوش اقوى بكتير جدا، ده الخنزير ده اضعف وحش. فبيتصدم كلاين بس بيكون فرحان ومنبهر جدا بالعالم ده. فكيريتو بيقول له سمعت كمان ان في مهارات غير محدوده وكل واحد وشطارته بقى. وبيقعدوا يتدربوا مع بعض وبيمر الوقت، وكلاين بيقول لكيريتو مهما شفت المنظر ده مش مصدق ان في لعبه اللي اخترعها ده عبقري جدا. وبيقول لكيريتو صحيح انت وصلت للدور الكام في الاختبار التجريبي؟ فبيقول له قعدت 4 شهور ووصلت للدور الثامن، بس المره دي هوصل له في شهر واحد بس. وبيقول انا في العالم ده حاسس بحاجه غريبه، وحاسس ان ده مش عالم افتراضي، لا حاسس ان انا مولود هنا. وبيخلصوا كلامهم فكلاين بيشكر كيريتو وبيقول له في يوم من الايام هرد لك الجميل ده. وبيقول طب سلام بقى عشان انا هموت من الجوع ولازم اسجل خروجي من اللعبه عشان انا طالب بيتزا ومروق على الدنيا خالص. وبيفتح القايمه وعينك ما تشوف الا النور. كلاين بيقول ايه ده، هو فين زر تسجيل الخروج؟ فكيريتو بيقول له هتلاقيه عندك تحت يا ابني. فبيقول له مفيش حاجه والله. وكيريتو لسه بيشوف وفعلا ما بيلاقيش حاجه. فكلاين بيقول له اكيد في عطل ولا حاجه، زمن اللاعبين التانيين مصدومين. فكيريتو بيقول له شكلك انت دلوقتي اللي هتاخد الصدمه اللي بجد. وكلاين بيقول اكيد في طريقه تانية لتسجيل الخروج. فكيريتو بيقول له للاسف مفيش. فكلاين بيقول عادي يعني هشيل جهاز النيرف من على دماغي وخلاص. فبيقول له مستحيل تقدر تحرك جسمك الحقيقي الا اذا لو حد في العالم الحقيقي يشيل الجهاز من على دماغنا. فكلاين بيقول له بس انا عايش لوحدي. وكلاين خايف جدا. وكيريتو بيقول لو ده كان عطل فعلا كان زمانهم قفلوا السيرفر وكل اللاعبين هيخرجوا، بس ده ما حصلش. مش معقوله يكون اللي في بالي. ولسه ما كملش كلامه يدوق جرس اللعبه، وفجاه كل اللاعبين بينتقلوا القاعه الرئيسيه ومحدش فاهم اي حاجه وكل قلقان وخايف هو في ايه بالظبط. وفجاه بيظهر حاجز كبير جدا وتسيل منه الدماء، وبيظهر كيان مرعب جدا وبيقول اهلا بكم في عالمي، اسمي هو كايابا اكيكو. وكيريتو بيتصدم ايوه العالم كايابا صانع العالم ده. وكايابا بيقول اكيد كلكم لاحظتوا اختفاء زر تسجيل الخروج، بس ده مش عطل، لا ده هو عالم SAO ومحدش فيكم هيقدر يخرج من هنا، وحتى اهليكم مش هيقدروا يشيلوا الاجهزه من عليكم، لان لو ده حصل جهاز النيرف هينشر موجات قويه جدا وهيدمر عقولكم، وهيكون مصير كل واحد فيكم هو الموت.
هموت. اوبا. فكلاين بيقول لكيريتو اكيد كلامه غلط، مش كده؟ اوعى تقول لي الاجهزه دي بتقدر تعمل كده. فكيريتو بيقول له للاسف كلامه صح، والاجهزه تقدر تعمل حاجه زي كده فعلا. وكيابا بيوريهم اخبار منتشره في العالم الحقيقي، وبيكون كل اللي استهزأوا بتحذيري وحاولوا يخرجوا عيالهم من العالم الجهاز ارسل اشارات عصبيه وماتوا كلهم. صدمتهم بكل المقاييس. وكمان حاجه، لو وصلت نقاط حياتكم للصفر هتموتوا للابد. اوبا. وكيريتو مصدوم، يعني لو نقاط حياتي انتهت خلاص كده هموت؟ الرعب يتسلسل في قلوب كل شخص، بس في وسيله واحده بس لخروجكم من هنا سالمين، وهي انكم تختموا اللعبه وتنهوا ال100 طابق. وكل ما تهزموا زعيم الطابق هيتفتح البوابه وتنتقلوا للطابق اللي بعده. والناس كلها مش مصدقه، مستحيل مستحيل نقدر نعمل كده من غير ما نقاطنا حياتنا تنتهي. وكيابا بيقول لهم كل واحد يفتح القائمه بتاعته، هتلاقوا زر اسمه المرآة، اضغطوا عليه. وبيعملوا كده فعلا، وفجاه كل اللاعبين بيتحولوا لشكلهم في العالم الحقيقي وبنفس اجسامهم كمان. وكيابا بيقول اكيد انتوا بتسالوا انا عملت كده ليه، وانا هقول لكم عملت كده عشان كان حلمي ان اعمل عالم زي العالم الحقيقي واحسن كمان، وانا حققت ده. لا، وكمان بقيت المسيطر عليه. ودلوقتي اسيبكم تفكروا، وحظا موفقا يا مقاتلي SAO. ومن هنا ستبدأ حكايتنا، والرعب يخترق قلوب كل الموجودين. بس في الوقت ده كان احدهم يشتعل غضبا واثاره. كيابا اكيكو ده العالم اللي كنت بحبه، وده العالم بتاعه، وكل اللي قالوا عن العالم ده كان حقيقي، وهو ان دي مش مجرد لعبه ولا عالم افتراضي، لا ده عالم حقيقي ومجزره تحمل شعار البقاء للاقوى. وعشان ما اموتش وتنتهي حياتي لازم اكون الاقوى في هذا العالم. والذعر والخوف بينتشر في كل مكان، واللاعبين من الصدمه مش قادرين يفكروا في حاجه. مش معقوله، خلاص دي نهايتنا. وبعدها كيريتو بياخد كلاين وبيمشوا، وبيقول له اسمعني كويس، انا عارف كل اماكن الموارد والمعدات هنا، تعال معايا عشان تعرف تنجو. فكلاين بيعتذر منه وبيقول له انا عندي اصحاب مستنيني ما ينفعش اسيبهم. فكيريتو بيودع كلاين وبيقول له نتقابل قريب يا صاحبي. وكل واحد بيمشي في طريقه، وكيريتو بيقول انا لازم اكون الاقوى في هذا العالم. ومن هنا ستبدأ رحلة السياف الاعظم كيريتو. وبيمر شهر على بداية اللعبة، وفي خلال الشهر ده مات 2000 شخص ومحدش قدر يكمل الطابق الأول. وكيريتو بيقول لنفسه مع إني خضت الاختبار البيتا قبل كده، بس مع ذلك ما قدرتش ألاقي زعيم الطابق الأول. بس النهاردة هنعمل اجتماع وهنتفق على إننا إزاي نقضي على زعيم الطابق. وبيمر الوقت وفعلا بيجتمع أقوى اللاعبين وبيعملوا اجتماع، وواحد بيعرف عن نفسه وبيكون اسمه ديابل، وده هو قائد مجموعتهم واللي هيقودهم في القتال. وبيقول لهم إنهم أخيرا لقوا مكان زعيم الطابق، واخيرا هنقدر نقتله ونقضي عليه. وكله بيتحمس، وديابل بيقول لهم على الخطه اللي هيقتلوا بيها، وبيقول لازم كلنا نتوزع لفرق، وكل اللاعبين بيعملوا فرق مع بعض. بس كيريتو قاعد لوحده وبيبص جنبه وبيلاقي بنت مقنعه، فبيروح لها وبيقول لها ما تيجي نعمل فريق مع بعض على ما نخلص المهمه دي، وبعدها تقدري تروحي في طريقك عادي. فبتوافق، وكيريتو بيشوف اسمها وبتكون اسمها أسنا. عاوزك تحفظ الاسم ده كويس يا صديقي. وفي الوقت ده بيجي شخص وبيعرف عن نفسه وبيكون اسمه ديباو، وبيقول اول حاجه لازم كل لاعبي البيتا يعتذروا ويتاسفوا لل2000 شخص اللي ماتوا، عشان من لحظه بدء اللعبه وهم تخلوا عننا وخدوا كل الموارد لوحدهم. وبيزعق وبيقول انا متاكد ان في حد منهم موجود معانا دلوقتي، فلازم يجي ويعتذر ويسلم كل الادوات والموارد اللي خدها. وفي اللحظه دي بيتكلم واحد وبيروح لديباو وبيقول له انا اسمي ايجل، واحد من لاعبي البيتا، وانت دلوقتي بتتهمنا اننا تخلينا عنكم مش كده؟ فديباو بيقول له تخليتوا عننا. فايجل بيقول له طب شايف كتاب الارشادات ده اللي كلنا معانا واحد منه واللي اتباع بالمجان في قاعة البداية؟ ايه رأيك بقى ان لاعبي البيتا هم اللي عملوا الكتاب ده وجمعوا فيه كل معلوماتهم، ومع ذلك مات 2000 شخص، وده مش بسبب تخلي لاعبي البيتا عنهم، لا ده بسبب ضعفهم واهمالهم. وبعدها بيقعدوا، وديابل بيقول دلوقتي بقى موجود في كتاب الارشادات طريقة قتال زعيم الطابق الاول، وبخصوص مكافأة الوحش هتكون من نصيب اللي هيهزمه. وبيتفقوا، وبعدين بيخلص الاجتماع وبيجي الليل، وهنا كيريتو بيشوف شريكته أسنا قاعدة لوحدها، فبيقعد معاها وبيتكلموا وبيقول لها صحيح انت جاية المدينة دي ليه؟ وهنا بنعرف ان اقوى المقاتلين جم المدينة دي عشان يهزموا الوحوش، اما الباقي قاعدين في القاعدة الرئيسية وعايشين على قدهم لانهم خايفين ومش اقوياء كفاية انهم يقاتلوا. وأسنا بتقول له انا جيت هنا عشان اقاتل وانهي العالم ده. فكيريتو بيقول
بيقول لها وانا كل همي ان احمي زملائي وعشان كده ما تموتيش بكره. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وكيريتو بيشرح لأسنا خطته وهيقتله ازاي، وبيقول لها انا هقلل صحة الزعيم بمهارة سيفي وبعدها نبدل مع بعض لحد ما صحته تخلص ونقضي عليه. وبعدها بيوصلوا اخيرا لأوضة الزعيم وديابل بيفتح الباب والزعيم بيهجم عليه هو وثلاث وحوش وديابل بيزعق اهجموا وكله بيهجم وبيتبادلوا ضربات كتيرة جدا مع الوحوش وأسنا بتهجم بقوة على الوحش وكيريتو بيقول دي قوية وسريعة جدا وبتقضي على الوحش. وفي اللحظة دي الزعيم بيرمي سلاحه وبيكونوا هيحوطوه، بس في اللحظة دي ديابل بيقول لهم وقفوا وبيهجم لوحده على الزعيم وبيبص لكيريتو وبيبتسم وكيريتو بيتصدم لا ارجعوا كلكم لورا. والزعيم بيهجم بسرعة كبيرة جدا على ديابل وبيسيبه بضربة في الثانية في الثالثة وكيريتو بيروح له بسرعة وبتكون صحته خلاص قربت تنتهي. وديابل بيخرج آخر كلماته وبيقول انت لاعب بيتا مش كده. وكمان ديابل كان لاعب بيتا وعرف ان سلاح الزعيم اتغير عن مكان موجود في الاصدار البيتا فقرر انه يضحي بنفسه وينقذ الكل. وبيقول لكيريتو اقتل الزعيم يا كيريتو. وها قد مات اول واحد. اوبا صدمة ارعبت كل الموجودين، القائد بتاعنا مات احنا هنعمل ايه؟ وكيريتو بيقف واسنا بتقف جنبه وبتقول له هقاتل معاك وبيجروا بسرعة والزعيم بيهجم عليهم بقوة بس كيريتو بيتصدى ليه واسنا بتبدل معاه وبتكون هتهجم بس كيريتو بيزعق خدي بالك وبتتفادى هجوم الزعيم وردائها بيتشال وبوم بتصيب الزعيم بقوة كبيرة جدا والزعيم بيهجم بضربات كتيرة على اسنا بس كيريتو بيتصدى لكل ضرباته بس بوم الزعيم بيصيب كيريتو بقوة وبيطيره بعيد ونقاط حياته بتقل جدا وخلاص الزعيم هيصيبهم تاني. بس في اللحظة الأخيرة بيتصدى ايجل للزعيم وكلهم بيهجموا على الزعيم وبيلهوه وايجل بيقول لكيريتو هنشغله على ما تعالج نفسك بس للأسف بيكونوا مش قادرين يعملوا حاجة والوحش بينط عالي جدا وخلاص هيقضي عليهم بس كيريتو بيقف وبيفعل مهارته وبيهجم بقوة مرعبة جدا وبيصيب الزعيم وبيجيبوا الأرض وبينده لأسنا وبيهجموا مع بعض تاني وبيصيب الزعيم بضربات مرعبة وسريعة لأقصى درجة وعاملين شغل فاخر من الآخر. بس كيريتو بيقول كفاية كده وبيخرج قوته وبيهجم بضربة جبارة جدا وبيطيره وبوم بيفرتكه نهائيا وكله مش مصدق وأسنا مصدومة من قوته وحاسة ان كيريتو مخبي حاجة وكلهم بيفرحوا بس مش عارفين الرعب اللي مستنيهم وكلهم بيسقفوا لكيريتو بس بيتكلم ديبا وبيزعق وبيقول ليه سبت ديابل يموت مع انك كنت عارف ان السلاح اتغير. وكلهم بيقولوا اكيد انت من لاعبي البيتا الاوغاد وده يفسر قوتك دي وكلهم بيتضايقوا. ولكن في تلك اللحظات كيريتو بيضحك بعلو صوته وبيقول لاعب بيتا اوعى تقارني بشويه المبتدئين دول. ايه هو في ايه بالظبط يا جدعان ومحدش فاهم حاجه. وكيريتو بيقول لاعبي البيتا مجرد اغبياء ما قدروش يعدوا الطوابق الاولى اما فانا بلغت مستويات محدش فيكم يقدر يتخيلها. وبيلبس رداء اسود وبيمشي اوبا صدمة بكل معنى الكلمة. كيريتو كل ده وكان بيخرج جزء صغير جدا من قوته وكله مصدوم امال قوته الحقيقية عاملة ازاي. وبيقرب كيريتو من الباب وبيقول لأسنا انت قوية بس قوتك دي مش كفاية مقارنة بالوحوش اللي هتقابليها قدام وحوش قوتها مرعبة جدا وعشان كده انصحك تشكلي مجموعة مع ناس اقوياء زيك لان مش هتقدري تعملي حاجة لوحدك. فبتقول له طب وانت ما انت بتقاتل لوحدك. فبيضحك وبيفتح الباب وبينتقل للطابق اللي بعده. الدنيا ولعت على الاخر يا صديقي وشكل كيريتو مخبي لنا مفاجآت كتير قوي قدام فعاوزك تصلي على النبي كده ويلا بينا نكمل رحلة السياف الاعظم كيريتو. بعد مرور عدة اشهر هنا كيريتو في الطابق ال11 مع مجموعة مقاتلين اللي انقذ حياتهم وهم دلوقتي بيحتفلوا بيه وعايزين يضموه لفريقهم. وفي الوقت ده واحد بيسأل كيريتو عن مستواه فبيقول له مستواي 20 بس الحقيقة غير كده خالص وبيكون مستواه الحقيقي 40 وهو مخبي عليهم ده. والشاب ده بيعرف كيريتو على واحدة معاهم واسمها ساتشي وكيريتو بينضم لفريقهم وبيمر الوقت وهنا بيقاتلوا وحش فكيريتو بيساعدهم انهم يرفعوا مستواهم. وبعدها قائدهم بيشوف الاخبار وبيكون مكتوب فيها ان المجموعة المتصدرة ودي اقوى مجموعة واقوى الفرق في SAO وصلوا للطابق ال28. فالقائد بيسأل كيريتو وبيقول له طب هو ايه الفرق بيننا وبين المجموعة المتصدرة
بسرعه. فكيريتو بيقول له مستوياتهم عاليه جدا وعارفين كويس جدا ازاي يزودوا مستواهم وقوتهم اكتر. فالقائد بيقول له مستحيل نوصل لقوتهم المجنونه دي. فكيريتو بيضحك وبيكون في الحقيقه كيريتو في مستواهم لا بل اقوى منهم حتى، بس مخبي كل ده. وبعدها بيرجعوا للبيت وبيتفقوا ان الفلوس اللي جمعوها هيشتروا بيها ادوات لساتشي لانها اضعف واحده فيهم. وبيجي الليل وكلهم بيناموا، بس كيريتو بيقوم وبيمشي وبيطلع للطابق ال 28 وبيلاقي كلين واصحابه بيقاتلوا، وبيكون كلين زادت قوته بشكل كبير. وبعدها بيشوف كيريتو بيروح يسلم عليه، وبعدها كيريتو بيمشي وبيرجع للطابق ال 11 والقائد بيبعت له رساله وبيقول له ان ساتشي نزلت متاخر وما رجعتش لحد دلوقتي، احنا رايحين ندور عليها، لو عرفت اي حاجه ابقى قول لي. فكيريتو بيفتح القايمه وبيستخدم مهاره نادره جدا وبيفعل عينه وبيتعقب المكان كله وبيلاقي اثار ساتشي فعلا. فبيجري بسرعه وبيلاقيها قاعده في نفق لوحدها وبتكون مكتئبه ومحبطه جدا وبتتكلم مع كيريتو وبتقول له انها خايفه جدا من الموت، وبتقول مهما فضلنا موجودين في الطوابق الضعيفه مسيرنا هنقع في فخ او في قتال قدام وحش قوي ونموت. ليه لازم نموت مع انها كانت مجرد لعبه؟ فكيريتو بيهديها وبيقول لها مش هتموتي، انا موجود هنا معاكي، وبيوعدها انه هيحميها. فبتفرح ساتشي جدا وبتطمن لكلام كيريتو. وبعدها بيرجعوا للبيت وهنا ساتشي بتروح لكيريتو في اوضته وبتقعد معاه وبيكون باين انها لسه قلقانه. وكيريتو بيقول لنفسه انا لازم احميهم كلهم. وبيجوا اليوم اللي بعده والقائد بيروح لمدينه البدايه او القاعده الرئيسيه عشان يشتري ادوات لساتشي. فواحد بيقول طب ايه رايكم نجمع فلوس على ما قائدنا يجي ونفاجئه؟ فكيريتو بيقول لا الاحسن نستنى لحد ما يجي ونقاتل كلنا مع بعض. فبيقولوا له عادي نروح مغارات ضعيفه مش هيحصل حاجه، وبيروحوا فعلا. وده كان اسوأ قرار خدوه في حياتهم. وبيروحوا الطابق ال 27 وواحد بيفتح باب خفي. فكيريتو بيتصدم ازاي في باب خفي في المكان ده وبيكون في صندوق كنز جوه. فبيجروا عليه بسرعه وكيريتو بيزعق لا استنوا. واول ما بيفتح الصندوق الباب بيتقفل وبيظهر وحوش كتيره جدا ومحوطينهم من كل اتجاهات. فكيريتو بيقول استخدموا حجر الانتقال ونخرج من هنا بسرعه. وبيخرجوا الحجر وبيفعلوا، وكانت الصدمه الحجر مش راضي يشتغل. اوبا اللي في دماغي طلع صح، المكان ده سجن حرفيا، مش هنقدر نخرج من هنا الا لما نقضي على كل الوحوش. بس الخوف مش على كيريتو لا، كيريتو خايف على اصحابه اللي معاه. وكيريتو بيقاتل الاول والتاني. في اللحظه دي الوحوش بيتجمعوا على واحد وبيصيبوه بسرعه وبضربات كتيره جدا، وهكذا قتل الاول. وكيريتو بيتضايق وبيموت في الوحوش واحد ورا التاني، بس في اللحظه دي التاني بيموت هو كمان، التالت كمان بيحصله وبيموت. صدمة بكل المقاييس. وكيريتو بيغضب اكتر وبيقاتل بقوه كبيره جدا وبيقتل في الوحوش بكل وحشيه، بس عددهم كبير جدا وساتشي مش قادره تصمد قدام الوحوش دي. وكيريتو بيزعق ساتشي وبوم وحش بيصيبها بقوه كبيره من ظهرها، وهكذا فارقت ساتشي الحياه. صدمة بكل معنى الكلمه. وبعدها كيريتو بيخلص على الوحوش وبيخرج من هنا، وتمر الايام والشهور وبيعدي سنه كامله على هذه الواقعه. وهنا كيريتو بيكون في الطابق ال 47 وبيكلم حد مقنع، وبيكون المقنع ده كان مع كيريتو في الاصدار التجريبي، وبيجيب لكيريتو كل الاخبار الجديده. وبيقول لكيريتو ان النهارده هيظهر وحش قوي ومرعب جدا اسمه نيكولاس، والنقابات الكبيره بتدور عليه عشان ياخدوا الجايزه الكبيره اللي عليه. فكيريتو بيكون ماشي، فالمقنع بيقول له اوعى تقول لي انك هتحاول تقتله لوحدك، انصحك ما تفكرش، الوحش ده قوته مرعبه جدا. فكيريتو بيمشي وبيكون قاعد في بيته وبيقول لنفسه في العالم ده اللي بيموت ما بيرجعش، بس في اشاعه بتقول ان الوحش نيكولاس فيه مكافاه لقتله، اداه قادره انها تعيد شخص للحياه، فلازم اروح اقتله. وبيكون عاوز يرجع ساتشي للحياه من تاني. ونعرف ان كيريتو لما قال للقائد على اللي حصل وان اصحابه كلهم ماتوا اكتئب جدا وانتحر ومات زيهم، وعشان كده كيريتو مصر انه يرجعهم للحياه تاني، او على الاقل يسمع اخر كلمات ساتشي. وبيوصل للمكان اللي فيه الوحش، وفي اللحظه دي بيجي كلاين ومعاه فريقه، وبيكون كان بيمشي ورا كيريتو وبيقول له يا كيريتو ما تقتلش الوحش ده لوحدك، ده قوته مرعبه جدا، انا عارف انك قوي لدرجه مرعبه بس انت لوحدك. فكيريتو بيقول له مالكش دعوه. في اللحظه دي بيظهر مقاتلين كتير جدا وبيكونوا دول من نقابه التنين، ودي من اقوى النقابات في SAO، وعاوزين ياخدوا مكافاه الوحش لوحدهم. فكلاين واصحابه بيتصدوا ليهم، وكيريتو بيروح لمكان الوحش، وفجاه بينزل بسرعه كبيره جدا من السماء وبتكون قوته جباره جدا، بس مش على كيريتو يا معلم. في خلال دقايق معدوده كيريتو بيخلص عليه بكل وحشيه، وبعدها بيخرج وكلاين بيفرح جدا، بس كيريتو واضح انه محبط وزعلان جدا، وبيدي لكلاين المكافاه. وبتكون الاداه دي بترجع شخص للحياه، بس لازم يكون ميت من 10 ثواني كحد اقصى. وبيكون كيريتو ماشي، فكلاين بيمسكه
وبيعيط وبيقول له انا عارف انك اقوى من في هذا العالم، بس ارجوك ما تتهورش، ما تموتش يا صاحبي. فكيريتو بيقول له سلام يا كلاين، وبيمشي وبيرجع للبيت وبيكون مكتئب جدا انه ما قدرش يعمل حاجه وزعلان لاقصى درجه. وفي اللحظه دي بيظهر له رساله وبيفتحها، وبيكون الرساله دي مسجله من ساتشي وعملتها قبل ما تموت ووصلت له دلوقتي، وبتقول له فيها عيد ميلاد سعيد يا كيريتو، ما دام وصلت لك الرساله دي يبقى انا ميته دلوقتي، بس اقول لك الحقيقه موتي مش ذنبك ولا تقصير منك، انت عملت اللي عليك وزياده، انا اللي ضعيفه وعارفه ان انا لو مت انت هتلوم نفسك على كل ده، وعشان كده انا سجلت الرساله دي. وعاوز اقول لك حاجه، انا شفتك وانت بتفتح قائمتك وعرفت قوتك الحقيقيه وانك في مستوى بعيد جدا عننا، وعشان كده اطمنت اكتر، وحتى لو متنا كلنا انا متاكده انك هتفضل عايش عشان انت اللي هتنهي العالم ده، لانك السياف كيريتو. وكيريتو بيزعل جدا وبيعيط من قلبه، وبتمر الشهور، وهنا في الطابق ال 35 بيكون في مجموعه واقفين مع بعض، وبنت اسمها سيليكا وواحده معاها بتاخد منها الادوات السحريه وبتتنمر عليها، فسيليكا بتسيبهم وتمشي. وبيمر الوقت، وهنا في وحوش كتير بيحاوطوا سيليكا، والوحوش بيصيبوها بقوه وبيلزقها في الشجره، ونقاط حياتها بتقل جدا، والوحش بيكون هيقتلها بس بيجي الطائر بتاعها وبياخد الضربه مكانها، واللي بيكون اسمه بينا، والطائر بيموت، والوحوش بيحاوطوا سيليكا وخلاص هيموتوها، بس في اللحظه الاخيره الوحوش بيموتوا واحد ورا التاني في لمح البصر، وبيظهر كيريتو قدامها وانقذها من الوحوش، وبتعيط على الطائر بتاعها وبيكون متبقي منه روحه بس، وبتشكر كيريتو على انقاذها، وبتعيط تاني على الطائر بتاعها. فكيريتو بيقول لها ما تقلقيش، ما دام روحها لسه موجوده تقدري ترجعيها للحياه من تاني. فبتقول له بجد؟ طب ازاي؟ فبيقول لها في الطابق ال 47 في الجنوب في مكان اسمه تل الذكريات، وفي ورده هناك اسمع انها تقدر ترجع الحيوانات الاليفه للحياه من تاني. فبتفرح جدا، بس بتقول بس الطابق ال 47 مستحيل اقدر انجو هناك لوحدي، بس لو اجتهدت ورفعت مستوايا هقدر. فكيريتو بيقول لها بس المشكله انك تقدري ترجعي الطائر بتاعك، بس لازم ما يكونش مر على موته اكتر من 3 ايام كحد اقصى. فبتتصدم، مستحيل اقدر اعمل حاجه في الوقت القصير ده. فكيريتو بيقول لها ما تقلقيش، هاخدك معايا ونروح. ومش بس كده، بيديها ادوات قويه جدا عشان ترفع من مستواها. فبتقول له بس انت ليه بتعمل كده؟ كل واحد بيحتفظ في العالم ده لاي ادوات لنفسه، وانت كمان هتعرض حياتك للخطر عشان حد ما تعرفوش. فبيقول لها بصراحه عاوز اساعدك عشان انت شبه اختي الصغيره. فبتضحك وبتعرف عن نفسها، وبيروحوا مع بعض وبيروحوا للطابق ال 35 وبيكونوا ماشيين، وفي اللحظه دي بتقابلهم مجموعه سيليكا والبت اللي اتنمرت عليها، وبتقول لها امال فين الطائر بتاعك؟ فبتقول لها انه مات. فبتشمت فيها وبتقول لها اوعى تكوني مفكره انك هتقدري ترجعيه للحياه في تل الذكريات، انت ضعيفه جدا على ده. فكيريتو بيقول بس انا اقدر، وبيمشوا، والبنت بتبص لكيريتو وبتكون شكلها كده ناويه تعمل نوش. وهنا بيكون كيريتو قاعد مع سيليكا وبيقول لها ان في عالمنا ده في لاعبين مجرمين وقتله بيقتلوا اللاعبين التانيين، ولو حد ارتكب جريمه زي دي المؤشر اللي على راسه بيتحول للون الاحمر، واسمهم اللاعبين الحمر. فبتتصدم سيليكا وبتقول بس دول قتالين قتله حرفيا، ليه بيعملوا جرايم؟ فبيقول لها بيعملوا كده عشان ينهبوا وياخدوا كل موارد اللاعبين التانيين، وعشان كده عاوزك تكوني حذره. وسيليكا بتشكر كيريتو وبعدها بيروحوا عشان يناموا، وهنا سيليكا بتكون بتفكر في كيريتو وشكلها كده واقعه على الاخر. وفي الوقت ده بيجي كيريتو وبيخبط عليها، فبتلبس هدومها وبيقعدوا يتكلموا، وبيفتح اداه سحريه وبيشرح لها الخطه اللي هيعملوها لما يوصلوا الطابق ال 47. بس في اللحظه دي كيريتو بيحس بحد وبيجري بسرعه، بس بيكون الشخص ده جري وبيكون كان في حد بيتصنت عليهم. فسيليكا بتقول له بس مستحيل حد يقدر يسمع حاجه الا لو خبط على الباب. فبيقول لها بس الوضع يختلف لو كان مستواه عالي، وفي ناس بتهتم بالمهاره دي بالذات. فبتقول له بس ايه هدفه من انه يتصنت علينا؟ فبيقول لها ما اعرفش، بس ادينا هنشوف. وبيمر الوقت وبيوصلوا طابق ال 47 وبيكون كل الناس اللي هنا عايشين حياتهم على الاخر. وبعدها كيريتو وسيليكا بيمشوا، وكيريتو بيدي لسيليكا حجر انتقال وبيقول لها خدي الحجر ده، ولو حصل اي ظرف طارئ وقلت لك اهربي هتستخدمي الحجر ده وتنتقلي لاي طابق تاني. فبتاخده فعلا وبيكملوا طريقهم. وفي اللحظه دي وحش بيمسك سيليكا وبيكون هيقتلها، بس سيليكا بتقطعه وبتقضي عليه وبيكملوا ماشي، وبيقضي على الوحوش اللي بتقابلهم.
وبعدها سيليكا بتسأل كيريتو عن اخته، فبيقول لها بصراحة هي بنت عمي، بس احنا اتربينا مع بعض وهي ما تعرفش ان احنا ولاد عم ومفكرة ان احنا اخوات، بس علاقتنا ببعض كويسة جدا. وجدي كان بيعلمنا فن السيف والمبارزة، بس بعد سنتين انا ما عدتش بتدرب وهي كملت ووصلت للاتحاد القومي. وفي اللحظة دي وحشي بيمسك سيليكا، بس كيريتو بيقوم بالواجب وبيفتكه في لمح البصر، وبيكملوا ماشي وبيوصلوا لمكان الوردة وسيليكا بتاخدها وبيرجعوا تاني. بس فجأة كيريتو بيقف وبيقول اخرج، اوعى تكون مفكر ان تخفيك ده هيمنعني ان اشوفك. وفجأة بتخرج البنت اللي كانت بتتنمر على سيليكا وبتكون اسمها روزيليا، وبتقول شكلك قوي عشان مش اي حد يقدر يكشف التخفي بتاعي، وبتكون عاوزة تاخد الوردة من سيليكا بالعافية. فكيريتو بيقول لها صدقيني مش بالسهولة دي يا روزيليا، او خليني اقول يا قائدة نقابة القتلة. اوبا، دي قائدة اللاعبين الحمر بنفسها، بس المؤشر بتاعها اخضر. فكيريتو بيقول ده مجرد تمويه مش اكتر. وبتكون روزاليا كانت بتخطط انها تقتل سيليكا وتاخد كل ادواتها، وبتقول لكيريتو بس انت غبي قوي ما دام انت عارف ان قائدة اللاعبين الحمر ما هربتش ليه. فبيقول لها اهرب؟ ده انا حتى كنت بدور عليكي يا روزيليا. اوبا، دي ولعت خالص يا صديقي. وبيكون كيريتو كان بيدور عليها عشان يسلمها للنقابات ويسجنوها، فبتقول له حتى لو كنت قوي انت هنا جيت لقضاك برجليك. وفجأة بيظهر مقاتلين كتير جدا وبيكونوا دول لاعبين حمر ومجرمين حرفيا. فسيليكا بتتصدم وبتخاف وبتقول لكيريتو لازم نهرب، دول لاعبين حمر وعددهم كبير. فكيريتو بيقول لها ما تقلقيش اقعدي هنا واتفرجي، وبيكون رايح لهم. وسيليكا بتقول خلي بالك يا كيريتو. واول ما واحد بيسمع اسم كيريتو بيتصدم، رداء اسود وبيقاتل بايد واحده ومعهوش درع، مش معقوله ده هو. وبيقول لروزاليا ده السياف الاسود كيريتو، اقوى مقاتل في المجموعه المتصدره، بيقاتل لوحده وقوته تضاهي نقابات كامله، ده سفاح حرفيا. فبتقول مستحيل، اللي هيجيب السياف الاسود اللي بيقاتل في الصفوف المتقدمه لهنا. وتقول لهم اهجموا عليه، وبيهجموا كلهم بكل قوتهم وبيصيبوا كيريتو بضربات كتيره جدا. وكيريتو واقف مكانه وبيتلقى كل الضربات، وروزاليا بتضحك وسيليكا بتخاف جدا على كيريتو. هو في ايه بالظبط يا جدعان؟ كيريتو ما بيتحركش من مكانه، وعلى النظام ده هيموت في خلال ثواني. وهنا كانت الصدمه الكبرى. سيليكا بتشوف نقاط حياه كيريتو وبتكون ما بتقلش سنتي واحد حتى. اوبا، هو في ايه يا جدعان؟ والمجرمين بيهبطوا، انت ما بتموتش ليه يا جدع انت؟ فكيريتو بيقول مهما عملتوا مش هتقدروا تعملوا حاجه، عشان انتوا السبعه مجتمعين هتعملوا لي ضرر 400 نقطه في ال10 ثواني، ولسوء حظكم انتوا بتقتلوني وانا مستوايا اعلى من 78. فبيتصدموا وبيقول يعني نقاط حياتي بتتجدد تلقائيا، لو قعدتوا من هنا لبكره مش هتقدروا تعملوا حاجه. اوبا، دشمل املهم حرفيا، مستحيل حاجه زي دي تحصل. فبيقول لا بتحصل، لو كانت قوتك عاليه جدا تقدر تكون لا تقهر زي كده. وبيكون هياخدهم للسجن، بس روزاليا بتقول انا المؤشر بتاعي مش احمر، يعني لو اذيتني مؤشرك هيكون احمر. وفي اللحظه دي بيهجم كيريتو عليها بسرعه مرعبه جدا وبيكون هيطير رقبتها، وبيقول لها مش هيفرق في حاجه لو بقيت لاعب احمر، ولا يفرق معايا حتى لو بقيت مطلوب من العالم كله، كده كده محدش هيقدر عليا. اوبا، البت بتسلم نفسها. قوه كيريتو جباره جدا يا جدعان، والصدمه الاكبر انه لسه مخبي قوته الحقيقيه والمستوى الحقيقي اللي وصل له في العالم ده. وبعدها بيسلم المجرمين وروزاليا وبيرجعوا للبيت، وبنعرف ان في الحقيقه كيريتو كان عارف ان سيليكا مستهدفه من اللاعبين الحمر، عشان كده استخدمها في انه يوصل ليهم ونجح في ده. وسيليكا بتشكره جدا على اللي عمله معاها، وبتقول له ان انت هتمشي دلوقتي. فبيقول لها ايوه، كنت بعيد عن المجموعه المتصدره ل5 ايام، لازم ارجع عشان اكمل قتال هناك. للتذكير بس يا صديقي، المجموعه المتصدره هم المسؤولين عن تختيم العالم ده، لانهم اقوى المقاتلين في عالم SAO، وكلهم عاملين نقابات، مفيش غير واحد بس بيقاتل لوحده وهو السياف الاسود كيريتو، وده الاسم اللي اتشهر بيه. وبعدها سيليكا بتستخدم الورده على روح الطائر بتاعها وبيرجع للحياه فعلا. وبتمر الايام، وهنا في الطابق ال56 بيكون في اجتماع لاقوى النقابات والمقاتلين، وطبعا كيريتو بيكون موجود وكمان كلاين وفريقه. وفي اللحظه دي بنت بتتكلم وبتقول الخطه كالاتي، هنستدرك الوحش للقريه ونحوطه ونقضي عليه. وبتكون البنت دي هي أسنى اللي ظهرت في بدايه الاحداث، وهي دلوقتي نائبه القائد لاقوى نقابه في SAO كلها. وكيريتو بيعترض على كلامها، وبتكون عاوزه تستخدم الناس الضعيفه كتضحيه عشان يلهوا
بيها الزعيم ويقضوا عليه، بس كيريتو بيعترض للمره الثانيه، فبتقول له انا نائبه القائد لنقابه فرسان الدم وانا المسؤوله عن المهمه دي. وبعدها بيخلص الاجتماع وايجل بيروح لكيريتو وبيقول له انتوا كل اجتماع لازم تتخانقوا، فبيقول له عشان قراراتنا وطريقه تفكيرنا مختلفه عن بعض. وبيمر الوقت وهنا كيريتو بيكون قاعد تحت شجره ورايق على الاخر، فبتيجي اسنا وبتقول له انت بتعمل ايه؟ اعضاء المجموعه المتصدره قاعدين يقاتلوا عشان يقضوا على الوحوش وانت قاعد وبالك مستريح هنا، حتى لو كنت بتقاتل لوحدك ده ما يمنعش انك تقاتل مع الباقي. فبيقول لها ده اجمل موسم في عالم SAO، والنهارده بالذات اجمل جو في باقي الايام. فبتقول له انت لسه مش فاهم، كل يوم بيعدي علينا هنا فهو بيعدي علينا في عالمنا الحقيقي. فبيقول لها طب ما احنا عايشين في SAO يعني عالم حقيقي هو كمان. وبعدها بينام واسنا بتفكر في كلامه وبتجرب تسترخي زيه، وبيمر الوقت وكيريتو بيصحى وكانت المفاجأة بيلاقي اسنا نايمة جنبه ورايحة في النوم على الاخر، فبيفضل قاعد جنبها لحد ما بتصحى وبتتكسف جدا وبتقول له هعزمك على وجبة واحدة وما تقولش لحد على اللي حصل ده، وانها نامت وسابت بقية نقابتها يقاتلوا لوحدهم. فبيوافق كيريتو وبيروحوا مطعم في الطابق ال57، واسنا بتكون مشهورة جدا وكل الناس عارفينها، على عكس كيريتو اللي مشهور اكتر منها بس قليل جدا من الناس اللي يعرفوا شكله، وده لانهم بيسمعوا اشاعات عن السياف الاسود كيريتو. واسنا بتشكر كيريتو على حراستها وهي نايمة. وفي الوقت ده نعرف ان في مناطق اسمها المناطق الامنة، ودي اللي بيعيش فيها اغلب الناس لان ما ينفعش حد يقتل حد ولا بيكون فيها وحوش، بس لو الشخص نايم اللاعبين الحمر عندهم حيل خبيثة جدا، وعن طريق انهم بيبعتوا له تحدي معركة وبيوافقوا على التحدي عن طريق الضغط بايد اللي نايم على زر الموافقة، وبكده بيقدروا يقتلوهم. وبتكون الجريمة دي حصلت كتير قبل كده، وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت بنت بتصرخ بصوت عالي جدا، فبيجروا بسرعة ناحية الصوت. وكانت الصدمة الكبرى، بيلاقوا واحد متعلق ورمح مغروس في جسمه وبيحاول يشيل الرمح بس ما بيقدرش وبيموت. فكيريتو بيقول الطريقة الوحيدة لقتل حد في منطقة آمنة هي المبارزة، وبيدور على حد داخل المبارزة بس للأسف ما بيلاقيش حد. واسنا بتتكلم مع كيريتو وبتقول له دي تبقى مصيبة لو حد اكتشف طريقة للقتل جوه المناطق الآمنة غير المبارزة، لازم نغيب عن الصفوف الأمامية ونحل المشكلة دي في أسرع وقت. وبتطلب مساعدة كيريتو معاها وبيوافق، وبينزلوا تحت وبيسألوا لو حد كان عارف الشخص اللي مات. فبتيجي واحدة واسمها يوريكو وبتكون كانت جاية مع الشخص اللي مات واللي اسمه كاينز، وبتقول انه راح الحمام ولقيته بيزعق، فجريت بسرعة ولقيته بالمنظر ده وكان في حد وراه بس اختفى في غمضة عين. وبعدها كيريتو واسنا بيوصلوا يوريكو للبيت وبعدها بيمشوا مع بعض، واسنا بتقول لو عرفنا الرمح ده جاي منين ده هيوصلنا للمجرم. وبتسأل كيريتو ما تعرفش حد بيستخدم مهارة التقييم، فبياخدها عند صاحبه واللي بيكون ايجل. واول ما بيشوف اسنا معاه بيقول لكيريتو ايه ده انتوا مش بتتخانقوا على طول؟ بتعمل معاك دلوقتي ايه؟ وبعدها بيقعدوا ويقولوا لايجل على اللي حصل. فبيفحص الرمح بمهارة التقييم وبيقول لهم ان صانع الرمح ده واحد اسمه جريموروك. فكيريتو بياخد الرمح وبيكون هيجربه ويصيب نفسه به، بس في اللحظة الأخيرة اسنا بتمسكه وبتقول له انت عبيط عاوز تجرب رمح لسه قاتل واحد دلوقتي على نفسك؟ وبتدي الرمح لايجل. وبعدها بيمشوا وبيجي اليوم اللي بعده وبيقابلوا يوريكو وبيقولوا لها ان اللي صانع الرمح ده واحد اسمه جريموروك. فبتتصدم وبتقول لهم ان جريموروك ده كان واحد في نقابتها هي وكاينز، وبتحكي لهم حكاية نقابتهم وليه انفصلوا عن بعض. وبتقول لهم انهم في يوم قتلوا وحش قوي وخدوا أداة سحرية نادرة جدا وهي خاتم قوي جدا، واختلفت آرائهم على انهم هيستخدموه في القتال او هيبيعوه ويقسموا فلوسه، والاغلب اختار اننا نبيعه. وقائدتهم خدت الخاتم وراحت مدينة تانية عشان تبيعه زي ما اتفقوا، بس تمر الايام والاسابيع وقائدتنا ما جتش وعرفنا بعدها انها اتقتلت. فكيريتو بيقول اكيد اللي قتلها كان عارف بحوار الخاتم اللي معاها، معنى كده ان واحد من السبعة الباقيين في النقابة هو اللي قتلها، والاكثر شبهة على اللي عرضه وبيع الخاتم. ويوريكو بتقول لكيريتو ان جريموروك اللي صنع السيف ده كان جوز القائدة بتاعتنا، وانا وكاينز كنا من الثلاثة اللي عرضوا وبيع الخاتم. فبيقول لها اذا مين الثالث؟ فبتقول واحد اسمه شيميت، اسمع عنه دلوقتي في الصفوف الامامية، وبتكون اسنا عارفاه. وبعدها بيروح يجيبوه شميت وبيقعد يتكلم مع يوريكو، ويوريكو بتقول له على اللي حصل، فبيخاف جدا وبيقول مستحيل يعني جريموروك هو اللي قتل كاينز واكيد ناوي يقتلنا احنا كمان بعد ما مراته ماتت. فيوريكو بتقول طب ازاي اتقتل كاينز في منطقة آمنة؟ الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو الشبح، يمكن شبح القائدة بينتقم لها. فبيتصدم شميت وبيخاف اكتر، وفي اللحظة دي بيتزعق يوريكو وبتقول احنا كلنا غلطانين وشركاء في قتل القائدة عشان خليناها تروح وتبيع الخاتم الملعون ده. وبتقرب من الشباك والوحيد اللي قال اننا نسيب القائدة تفكر هو جريموروك يمكن بينتقم لها. وشميت بيقول طب هنعمل ايه؟ اكيد مش هنستسلم لموتنا. ولكن في تلك اللحظات بوم
السكينه بترشق في ظهر يوروكو وبتقع من الشباك وبتموت نهائيا. صدمه بكل المقاييس. وكيريتو بيبص فوق وبيشوف واحد لابس رداء فوق السطح، فبيجري وراه بسرعه كبيره، بس بيخرج حجر الانتقال وبيختفي. اوبا، هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وكيريتو بيرجع لأسنا وبيقول لها انه هرب، بس مش دي المشكله. المشكله الاكبر هو ازاي قتل يوروكو واحنا في منطقه امنه وقدام عينينا. وشيميتو بيكون مرعوب جدا وبيقول ده اكيد شبح القائده جاي وبينتقم لها. وبعدها كيريتو وأسنا بيمشوا وبيقعدوا مع بعض وبيفكروا ازاي ده حصل. وأسنا بتقول انا بدات اصدق ان ده شبح قائدتهم. فبيقول لها مستحيل، هو استخدم حجر الانتقال قدامي واكيد في حيله في الموضوع. وبعدها أسنا بتدي لكيريتو اكل هي اللي طبخته وبيعجب كيريتو جدا، بس بيقع منه على الارض وبينتهي صلاحيته فبيختفي. في اللحظه دي جت في دماغ كيريتو فكره وبيقول ايوه احنا ما شفناش حاجه، احنا فكرنا ان احنا شفنا بس احنا ما شفناش. ايه؟ أسنا بتقول له انا مش فاهمه حاجه ولا احنا كمان فاهمين اي حاجه. ومن الناحيه التانيه شيميت راح لقبر القائده وبيتوسل لها، وفي اللحظه دي بيسمع صوتها. اوبا، ايه الرعب ده بقى؟ وبيحس بحد جاي من وراه بسرعه وبيبص وراه وما بيلاقيش حد، وبيبص قدامه تاني. كانت الصدمه، بيلاقيها قدامه ومعاها نفس الرمح اللي اتقتل بيه كاينز. وشيميت بيترعب جدا وبيقول خلاص انا اسف اني سرقت الخاتم من اوضتك يا قائده. وفي اللحظه دي بيجي شبح جريمروك وبيقول مين اللي امرك تعمل كده؟ فبيقول لهم ما اعرفش والله ما اعرف، وبيكون هو اللي سرق الخاتم وسبب خلاف بينهم. وبعدها بتقول احنا سجلنا كل حاجه يا شيميت. ايه؟ وبتشيل الرداء. اوبا، دي يوروكو واللي جنبها هو كاينز. هما ما ماتوش ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ومن الناحيه التانيه كيريتو بيقول لأسنا يوروكو وكاينز عايشين. فأسنا بتتصدم، ازاي ده ماتوا قدام عيننا؟ فبيقول لها SAO عالم قوانين وعدله وما فيش اي طريقه غير التحدي ان حد يموت جوه المناطق الامنه. اما بالنسبه للادوات وبقيه المعدات فلا. وكاينز دمر الدرع بتاعه قدامنا وفي لحظه تدميره كليا انتقل بحجر التنقل لمكان بعيد، وبكده قدر يهيئ لنا انه مات. اما يوروكو كانت حاطه الخنجر في ظهرها طول الوقت، ولما قربت نقاط درعها تخلص قربت من الشباك ومثلت انها اتصابت وعملت نفس اللي عمله كاينز. اما بقى الشخص اللي كان لابس رداء اسود انا متاكد انه جريمروك ومتفق معاهم، وعملوا كل ده عشان يكشفوا الحقيقه ومين اللي متسبب في النصايب اللي هم فيها، وكانوا شاكين في شيميت من البدايه. نرجع تاني ليوروكو والباقي وبيكونوا بيتكلموا، بس في اللحظه دي شيميت بيصاب بخنجر مسمم وبيقدرش يتحرك، وفجاه بيظهر اشخاص لابسين رداء اسود. مش معقوله يكونوا هم نقابه القتله التابوت الضاحك، وبيكون شكلهم مرعب جدا. ويوروكو كاينز ما بيكونوش عارفين مين دول، بس شيميت مرعوب وبيقول مستحيل دول التابوت الضاحك. وواحد بيخرج ساطور مرعب جدا وبيكون خلاص هيقتل شيميت، بس في اللحظه الاخيره بيجي كيريتو وقائدهم بيعرفوا وبيقول ده السياف الاسود كيريتو، لازم ننسحب عشان ما يسبب لناش مشاكل. وبينسحبوا فعلا. كيريتو اسمه بس كفيل انه يرعب اخطر المجرمين، لكن يبقى السؤال مين النقابه دي وهدفهم ايه بالظبط؟ وبعدها بيمر الوقت وهنا كيريتو قاعد مع أسنا، وأسنا بتقول له ان الجواز في العالم ده انتشر جدا، وده لان لما تتجوز بتقدر تشارك خزانتك وكل ادواتك مع الشخص اللي انت متجوزه، وفي ناس كتير بيعملوا كده عشان يشاركوا ادواتهم فبالتالي قوتهم بتزيد للضعف. فكيريتو بيقول لها طب لو شريك واحد مات كل الادوات بتاعته والموارد هتروح فين؟ فبتفكر أسنا وكيريتو بيقول لها مش يمكن الموارد كلها بتنتقل للشريك التاني؟ فبتتصدم، انت قصدك على القائده وجريمروك؟ اوبا، انت قصدك ان جريمروك هو اللي قتل مراته؟ فبيقول لها مش بالظبط كده، احتمال كبير يكون خلى حد من اللاعبين الحمر يعمل كده، فبالتالي خد كل معدات القائده وبما فيهم الخاتم. وفي اليوم اللي بعده اتقابل كيريتو مع يوروكو وكاينز وشيميت وقال لهم على ان جريمروك هو اللي كلف حد بقتل قائدتهم. فشيميت بيقول ايوه ده يفسر سبب ظهور نقابه القتله وكان هيقتلونا. وفي اللحظه دي بيكون جريمروك بيراقبهم من بعيد، بس أسنا بتمسكه وبتوديه لهم، وكيريتو بيساله عن الحقيقه وليه عمل كده، ويوروكو بيتزعق له وبتقول له بتحب الفلوس لدرجه انك تقتل مراتك عشان مجرد فلوس؟ فبيضحك وبيقول لها فلوس ايه؟ وبيقول ان القائده كانت مراته في العالم الحقيقي واتجوزوا هنا تاني، ولما دخلوا العالم ده هو كان خايف ومرعوب، اما هي فتقبلت الموضوع وعجبتها الحياه هنا، بس هي اتغيرت من ساعه ما دخلنا العالم ده
حياتها وما بقتش مرات اللي بحبها، وهي بدأت تبعد عنه، عشان كده قتلها. يا ابن المجنونة، ده مريض نفسي يا جدعان. وفعلا كاينز والباقي بياخدوه وبيمشوا عشان يعالجوه في اي مصحة. وبيجي النهار وكيريتو واسنا بيكونوا ماشيين، بس كيريتو بيمسك اسنا وبيبص في مكان، وبتبص هي كمان، وبيشوفوا روح القائدة وبتبتسم لهم وبتختفي. اوبا، العيال مصدومين. وبعدها اسنا بتقول صحيح يا كيريتو، ما نضيف بعض في قائمة الاصدقاء. فبيقول لها بس انا لاعب فردي، ما عنديش حد في قائمة الاصدقاء. فبتقول له ايه يعني، انا ما قلتلكش نكون فريق واحد عشان بس نقدر نتواصل مع بعض. فبيوافق كيريتو وبيرجعوا مع بعض. اوبا، ودي كده اول صديقة لبطلنا كيريتو، وشكلنا كده هنشوف شغل فاخر قوي بين الاتنين دول. وبتمر الايام، وهنا اسنا بتكون عند واحدة صاحبتها اسمها ليز وشغالة حدادة. واسنا بتقول لها انها واخدة النهارده اجازة عشان هتقابل شخص معين. فليز بتقول لها اوعي بقى، شكلك كده حبيتي ولا ايه؟ فبتقول لها لا، مقابلة عادية على فكرة. وبعدها بتمشي وبيمر الوقت، وبيجي حد المحل ليز، وبيكون ده كيريتو، وبيقول لها عاوز اشتري سيف. فبتبص لهدومه وبتقول هو ده هيعرف يدفع فلوس السيوف اللي بصنعها؟ وبتقول له ان الاسعار عندها غالية حبتين. فبيقول لها ما تقلقيش، مفيش اكتر من الفلوس، فانا عاوزك تصنعي اقوى سيف تقدر عليه. فبتستغرب وبتقول له عاوز حاجة زي ايه كده؟ فبيوري لها سيفه، وبيقول لها عاوز سيف في قوته كده او اقوى لو تعرفي. واول ما بتشتري السيف بيكون هيقع منها، وبتتصدم من تقله، وبتقول له مستحيل، ده السيف السحري الاسطوري، ده قوي لدرجة مجنونة. فبيقول لها هتقدري تعملي سيف زيه؟ فبتوري له سيف وبتقول له ان ده اقوى سيف صنعته. فبيمسكه وبيقول لها بس ده خفيف قوي. وبيقول لها طب انا عاوز اجرب واشوف مدى تحمله. وبيكون هيضرب بيه سيفه. فبتقول له انت مجنون، سيفك هيتكسر لو عملت كده. وبيخرج قوته وبيهجم على سيفه بكل قوة. وكانت الصدمة الكبرى، سيفها بيتكسر في لمح البصر. البت مش مصدقة، ده كان اقوى سيف عندي، انت مين بالظبط؟ فبيقول لها انا اسف والله. فبتقول له على فكرة لو عندي موارد اسطورية اقدر اصنع سيف يكسر سيفك ده بسهولة. فبيقول لها اذا انا عاوزك تصنعي لي واحد. بتقول له بس لازم نروح لمكان خطير جدا. فبيقول لها عادي. فبتقول له في الطابق ال55 عند الجبل الغربي في تنين عملاق بيحرس باللورات ومعادن نادرة جدا. وبتقول له بس لازم اجي معاك عشان تعرف هتجيب معادن ايه بالظبط. فبيقول لها موافق، بس بشرط ما تعترضيش طريقي. وبيعرف عن نفسه وهي كمان. وبيمر الوقت وبيروحوا الجبل الغربي، وبيكون الجو تلج حرفيا. فكيريتو بيخرج معطف وبيديهولها وبتلبسه، وبتقول لنفسها كيريتو ده غريب جدا وطيب لدرجة كبيرة. وبعدها بيوصلوا لمكان البلورات، وكيريتو بيقول لها استخبي بسرعة، وبتعمل كده. وفجأة بيظهر التنين وبيكون عملاق وقوي جدا، وبيهجم بقوة كبيرة جدا على كيريتو. بس كيريتو ما بيتهزش من مكانه حتى. وليز مصدومة مين الشخص ده بالظبط. وكيريتو بيهجم على التنين وبيقطع له ايده، وبيكون خلاص هيقتله. فبتطلع ليز وبتقول له اقتله يلا، بس التنين بيهجم عليها بضربة قوية وبيطيرها. وفجأة بتلاقي نفسها فوق حفرة عميقة جدا. فكيريتو بيجري بسرعة وبيمسك ايدها، بس بيقع معاها، ولو وقعوا من الارتفاع ده هيموتوا. معقولة خلاص ماتوا كده؟ بس لا، ليز بتصحى وبتقول مستحيل، احنا عايشين ازاي بعد ما وقعنا من الارتفاع المرعب ده؟ وبيكون كيريتو هو اللي تلقى الصدمة مكانها، وعشان نقاط حياته كبيرة جدا فما ماتوش. وليز بتحاول تشغل حجر الانتقال بس ما بيشتغلش. فكيريتو بيقول انا عندي فكرة. فبتقول له ايه؟ فبيقول لها نجري على الجدران. فبتقول له انت هتهزر، مستحيل حاجة زي دي. بس كيريتو بيجرب وبيطلع مسافة عالية جدا، وليز مصدومة ازاي بيعمل كده، بس مع ذلك بيفشل وبيقع تاني. وبيمر الوقت والليل بيجي عليهم وبيناموا في مكانهم. وبيجي اليوم اللي بعده وليز بتصحى وكيريتو بيديلها باللورة، وبيكون ده المعدن اللي كانوا جايين علشانه. فبتقول له بس ايه اللي جابه هنا؟ فكيريتو بيقول لها عشان الحفرة دي مش فخ، لا ده بيت التنين. فبتتصدم معنى كده، ولسه ما كملتش كلامها اللي كانت خايفة منه بيحصل. والتنين بيجي بسرعة مرعبة جدا وبيهجم عليهم، بس كيريتو بيشتغل ليزو وبينشر الدخان في كل مكان، وبيجري على الجدران بسرعة كبيرة، وهوب بينط على ظهر التنين وبيغرز السيف في جسمه. فالتنين بيطير بسرعة عالية جدا لحد ما بيطلع من الحفرة، فبيتنطروا بعيد. وليز بتمسك ايد كيريتو وبدون سابق انذار بتحضنه. وشكل كده ليز وقعت في حب كيريتو. وبعدها بياخدوا البلورات وبيرجعوا المحل ليز وبتصنع السيف، وبتكون ناوية انها بعد ما تخلص السيف هتعترف له بحبها. واخيرا بتخلص السيف وكيريتو بيجربه وبيقول هو ده، وبيعجبه جدا. وليز ما بترضاش تاخد من كيريتو فلوس، وبتقول له كل اللي عاوزاه منك هو انك تخليني حدادتك الخاصة وتجي لي اعمل لك اي حاجة. في اللحظة دي
دي ليز بتكون هتعترف لكيريتو بحبها، فبتيجي اسنا وبتشوف كيريتو وبتسلم عليه، فليز بتقول انتوا تعرفوا بعض؟ فاسنا بتقول لها ايوه، ده انا اللي قلت له يجي هنا عشان يصنع السيف اللي كان عاوزه. اوبا، ليز بتتصدم وبتعرف ان اسنا كانت قصدها على كيريتو لما قالت لها انها رايحه تقابل شخص معين، وبتقرب لاسنا وبتقول لها بصوت واطي هو تحسيه غريب بس طيب جدا، ما تضيعهوش من ايدك. واسنا بتتكسف جدا، وبعدها ليز بتمشي. ليز املها اتحطمت يا جدعان، وكانت على وشك اعترافها لكيريتو بحبها، بس عرفت الحقيقه في الوقت المناسب، وبتكون محبطه جدا لانها كانت حابه كيريتو. بس بعدها كيريتو بيروح لها وبيواسيها وبيشكرها على صنعها للسيف الجامد ده، وبيقول لها احنا لسه اصحاب على فكره، وهجيلك على طول لو احتجت حاجه. وليز بتقول له كلنا واثقين فيك انك هتنهي العالم ده. فكيريتو بيوعدها وبيقول لها في يوم من الايام هنهي عالم SAO بنفسي. وبتمر الايام والشهور، وهنا كيريتو بيقاتل وحش قوي، والوحش خلاص هيسيبه، بس كيريتو بيتحرك بسرعه وبيخرج سيفه الجديد وبيعمل منه شاورما حرفيا، وبيقول عدت سنتين على بدء العالم ده، يا ترى كيابا اكيكو قاعد بتتفرج علينا منين؟ وبعدها كيريتو بيكون ماشي فبيلاقي ارنب وبيصطاده وبيوديه الايجل، وبيتصدم ده الارنب ده لحمه من الفئه الاسطوريه، ومتهيألي انت معاك فلوس كتير ليه ما تجربش تاكله احسن؟ فبيقول له محدش عنده مهارات الطبخ عاليه عشان يقدر يعمله. فبيقول له عندك حق، لو حاولنا نعمله بنفسنا هنحرقه. في اللحظه دي بتيجي اسنا وبيكون معاها واحد من نقابتها، وكيريتو بيسالها عن مهاره الطبخ بتاعتها، فبتقول له انها بلغت اقصى مستوى، فبيوريها لحم الارنب فبتتصدم، وبيقول لها لو طبختيهولي هديكي حته، فبتقول له لا هاكل نصه، فبيوافق. وبتقول لكيريتو اذا هنطبخه في بيتي، وبتقول لحارسها واللي اسمه كوراديل، وبتقول له خلاص مهمتك خلصت النهارده. فبيقول لها بس يا اسنا ما تخليش واحد مشتبه وخطير زي ده يروح بيتك، فبتقول له مالكش دعوه، وكمان كيريتو قوته كبيره جدا فحتى انت مش هتقدر تمنعه لو هو شرير. فبيتضايق جدا وبيقول لها ده بس عشان هو لاعب بيتا وكل اللي بيهمهم هي مصلحتهم مش اكتر. فبتقول له مالكش دعوه، انا بامرك انك تروح بيتك. وبتاخد كيريتو وبيمشوا، وكوراديل ده شكله مش سالك خالص يا جدعان. وبيمر الوقت وكيريتو واسنا بيروحوا لبيتها، وبيعجب كيريتو جدا، واسنا بتروح وبتغير هدومها وكيريتو كمان، وبيبداوا في طبخ لحم الارنب، واسنا بتخلص وبيبداوا في الاكل، وهي دقيقه واحده وبينسفوا الاكل كله وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. واسنا بتقول لكيريتو ما تنضم لنقابتنا يا كيريتو، فبيقول لها اللي بيقاتلوا معايا بيكونوا عبء عليا مش اكتر ما عدا انت طبعا. فبتقول له اذا ما تشكل فريق معايا انا بس. فبيقول لها بس هتعملي ايه في نقابتك؟ فبتقول له عادي هتخلى عن كل حاجه. اوبا، اسنا عاوزه تتخلى عن كل نقابتها عشان بس تشكل فريق مع كيريتو. شكلها كده واقع على الاخر، وبتشكل فريق مع كيريتو فعلا. وبعدها بيجي الليل وكيريتو بيمشي، وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كيريتو بيكون واقف في الطابق ال 74 مستني اسنا، وبتيجي فعلا وبتجري وبتستخبى ورا كيريتو، وبيجي وراها كوراديل وبيكون عاوز يوديها مقر النقابه بالعافيه، وكان قاعد مستنيها تحت بيتها طول الليل. وبيروح وبيمسك اسنا وبيكون هياخدها، بس كيريتو بيمسك ايده وبيقول له مش واخد بالك هي واقفه مع مين؟ وانا هاخد نائبتكم وهمشي، ولو فيكوا حد يقدر يمنعني يوري لي نفسه. فكوراديل بيغضب جدا وبيقول له ما دام انت واثق من نفسك كده فتعالى بارزني. وكيريتو بيقبل النزال، وكوراديل بيقول لاسنا دلوقتي همسح في اللي بتتحامي فيه ده الارض وهزل قدامك، والناس كلها بتتجمع وبيقولوا دي مبارزه بين السياف الاسود كيريتو وكوراديل احد اقوى الفرسان في SAO كلها. وبيبدا النزال وبيهجموا على بعض بقوه كبيره جدا، وكوراديل بيضحك ده انت غبي قوي، وبوم كيريتو بيلمس سيفه بس بيكسره له حتتين. اوبا، كوراديل بيتصدم وبيقع على الارض، واسنا كمان اتصدمت بقوه كيريتو، وكل الناس مش مصدقين ده كسر سيف واحد من اقوى الفرسان في العالم بضربه واحده. وفي اللحظه دي كوراديل بيخرج خنجر وبيهجم على كيريتو، بس المره دي اسنا بتوقفه وبيقول لها على فكره هو غش، اكيد استخدم حاجه لان مستحيل سيفي اللي يعد من السيوف الاسطوريه يتكسر بضربه واحده. فبتقول له بس بقى كفايه انت خسرت، وانا بامرك انك ترجع لمقر النقابه. وبيغضب جدا، وبعدها بيمشي وبيكون في واحد مقنع وبيضحك وبيمشي، وبيكون موجود عليه شعار تابوت الضاحك. اوبا، دي شكلها هتولع يا جدعان. وفي الوقت ده نعرف ان اسنا وكل اللي موجودين اتصدموا من قوه كيريتو، لان كيريتو محدش في عالم SAO كلها عارف مستواه الحقيقي، وده لانه بيقاتل لوحده ومحدش يعرف عنه حاجه، ولكن اللي متاكدين منه ان قوته جباره ومرعبه جدا. وبعدها كيريتو واسنا بيقاتلوا وحوش وبيقضي عليهم، وبيلاقوا بوابه كبيره جدا وبتكون دي بوابه زعيم الطابق. فكيريتو بيقول لاسنا جهزي حجر التنقل وتعالي نخش ونشوف، وبيفتحوا البوابه وبيكون المكان ضلمه جدا، وفجاه بتقيد الانوار
وكانت الصدمة الكبرى. بيكون الزعيم مرعب جدا وقوته جبارة لدرجة مجنونة، وبيكون هيهجم عليهم بس بيجروا بسرعة وبيقفلوا البوابة تاني وبيقعدوا يستريحوا. واسنا بتقول الزعيم ده مرعب جدا، هنهزمه ازاي ده؟ فكيرتو بيقول لها لازم على الاقل يكون معانا فرسان اقوياء بدراعهم. فبتقول له صحيح، بمناسبة السيوف بقى انت مخبي حاجة مش كده؟ فبيقول لها ليه يعني؟ فبتقول له اصل اي حد بيستخدم سيف بايد واحدة بيكون عشان يقدر يشتغل درع معاه، بس انت بتقاتل بايد واحدة ومعكش درع، وانت كمان لسه ما استخدمتش السيف اللي صنعته لك ليز. اكيد ورا كل ده سر كبير. وفعلا كيرتو بيكون مخبي اكبر سر عن قوته، بس كيرتو ما بيرضاش يجاوبها على سؤالها. وبعدها بيقعدوا ياكلوا وبيجي كلين وفريقه وبيسلم كلين على كيرتو وبيشوف اسنا معاه وبيتصدم. يا ابن المحظوظه، مش دي اسنا نائبه نقابه الدماء؟ فبيقول له ايوه. وفي اللحظه دي بيجي جنود كتير جدا من اعضاء الجيش، ودي نقابه من اقوى النقابات اللي موجوده، وقائدهم بيروح لكيرتو وبيساله وصلتوا لفين؟ فكيرتو بيقول له انهم مشطوا كل المكان ده ومعاهم الخريطه للوصول للزعيم. فالقائد بيطلب من كيرتو انه يديلهم الخريطه. فكلاين بيقول اهدى على نفسك كده، انت عاوزها ببلاش كده؟ فبيقول له احنا بنقاتل وبنضحي بحياتنا عشان ننقذ الناس الضعفاء اللي موجودين هنا ونخلصهم من العالم ده، فلازم تتعاونوا معانا. فكيرتو بيقول له انا كده كده كنت هوزعها، وبيديله الخريطه وبيكون ماشي. فكيرتو بيقول له لو كنتوا ناويين تقتلوا الزعيم فانا بقول لك انسى الموضوع ده من دماغك، انا شفت الزعيم بنفسي وقوته مرعبه لدرجه عقلك ما يقدرش يتخيلها. وبيعاند كيرتو وبيقول له جنودي اقوياء هيتصدوا قدام اي خطر، وبيمشوا. فكيرتو بيقول تعالوا نروح ونبص بص عليهم. وفي اللحظه دي بيسمعوا صوت صريخ عالي جدا، فكيرتو واسنا بيجروا بسرعه وبيروحوا لاوضه الزعيم. وكانت الفاجعه الكبرى، الزعيم زانقهم وفشخهم حرفيا ومش قادرين يصمدوا قدامه، واحجار الانتقال مش شغاله وبيموت منهم واحد والتاني والتالت. وفي اللحظه دي كيرتو بيفتكر فريقه القديم اللي ماتوا قدام عينه وما قدرش ينقذهم. وبيجي كلاين وبيقول هم ما بيهربوش ليه؟ فكيرتو بيقول له الاحجار مش شغاله ولو دخلنا مش هيكون في اي طريقه للهرب، وبيموت نصهم. وكيرتو بيفتكر صحابه تاني وبيتحدف واحد قدامهم وبيموت. دي مجزره بالمعنى الحرفي، قاعدين يتقتلوا واحد ورا التاني وهم مش قادرين يعملوا حاجه. والزعيم بيرفع السلاح وخلاص هيقتل قائدهم. وفي تلك اللحظه اسنا ما بتقدرش تستحمل وبتهجم بسرعه، فكيرتو بيخش وراها وكلاين بيقول ما بيديهاش بقى وبيروح وراهم. واسنا بتصيب الزعيم بضربات كتيره جدا بس من غير اي فايده، والوحش بيلف لها وبوم بيسيبها بضربه قويه جدا وبيجيبها الارض وبيكون هيهجم عليها مره تانيه. بس كيرتو بيجي وبيتصدى لي بسيفه وبيقول لاسنا ابعدي من هنا. وكلاين بياخد بقيه الجنود اللي عايشين وبيخرجهم بره، وكيرتو بيصيب الوحش بضربه قويه وبيتبادل معاه ضربات قويه جدا، بس كيرتو بيتصاب وبيكون مش هيقدر يصمد قدام الوحش وبيقول على الوضع ده هيقتلني. ونقاط حياه كيرتو بتقل وما بيكونش قادر يعمل اي حاجه. يا جدعان كيرتو في وضع صعب جدا. وكيرتو بيبص للجنود اللي هتموت وبيبص لاسنا وكلاين وبيقول لهم الهولة 10 ثواني بس، وبيقول شكلي كده هستخدمه. وبيرجع ورا وبيخرج السيف الجليدي بتاعه اللي كان مخبيه وبيزعق ارجعوا يلا، وبيقول ما بيديهاش بقى وبيتصدى لهجوم الزعيم وبيخرج سيفه التاني وبوم بيصيب الزعيم. واوبا دي ولعت يا جدعان، واسنا وكلاين في ذهول من الرعب اللي شايفينه. ايه القوه الجباره دي؟ وكيرتو بيتصدى للزعيم وفي تلك اللحظه بيصيب الزعيم بوابل مرعب جدا من الضربات، بالسيف اليمين ماشي والشمال شغال، وحرفيا كيرتو مش رحمه شغال ضرب فيه بكل رعب ووحشيه. وبيقول اسرع بس الزعيم بيصيبه، بس على مين يا معلم؟ كيرتو بيخرج قوه اكبر وبيقول اسرع اسرع وبيهجم بضربات جباره ومرعبه جدا. واخيرا كيرتو بيخرج قوته الحقيقيه، بس في اللحظه الاخيره الزعيم بيمسك سيف كيرتو الاسود وبيهجم على كيرتو بكل قوه، وكمان كيرتو بيهجم عليه بسيفه الجليدي وبوم بيفرتك الوحش نهائيا. عظمه على عظمه يا جدع، ايه كميه الجمدان دي؟ حرفيا السياف الاعظم اسم على مسمى. وبيكون كيرتو كان على وشك لحظه واحده بس ويموت، نقاط حياته حرفيا مش موجوده، وبيقع على الارض وبيغمى عليه. وبعدها بيمر الوقت وبيفوق، واسنا قاعده قدامه وكل الجنود وكلاين وفريقه واقفين ولسه واقفين على رجليهم لحد دلوقتي بسبب قوه كيرتو الجباره. وفي اللحظه دي اسنا بتحضن كيرتو وبتعيط وبتقول يا غبي ما تتهورش وتعمل كده تاني. وبعدها كلاين بيقول لكيرتو قول لي بقى ايه المهاره المرعبه اللي انت عملتها دي؟ فبيقول له لازم يعني اقول؟ فبيقول له اكيد، انا عمري ما شفت حاجه زي كده في عالم SAO. فبيقول له ان دي مهاره اسمها النصل المزدوج. فبيتصدموا بس ازاي مفيش مهاره زي دي في SAO؟ فبيقول له معرفش والله. وكلاين بيقول بس مفيش حتى مهاره زي دي في بيانات اللعبه، مش معقوله المهاره دي
عندك انت بس. وكيريتو بيقول من 6 شهور ظهرت المهارة دي عندي فجأة. اوبا، اكيد في سر كبير ورا المهارة دي، وليه كيريتو بس اللي حصلت له حاجة زي كده. وبعدها كلاين بيشكر كيريتو وبيودعه وبيروحوا للطابق اللي كيريتو فتحه، وكل ده واسنا حضنه كيريتو ومش سايباه، وبتقول له كنت خايفة جدا، انت كنت على بعد خطوة واحدة بس وتموت. فبتقول له انا هاخد اجازة من النقابة ولازم نروح نستريح بعيد، وزي ما قلت لك انا من النهاردة هقاتل معاك يا كيريتو. اوبا، دي شكل اسنا وقعت في حب كيريتو على الاخر، ومنطقي جدا بصراحة. بكل اللي بيعمله ده اي حد يقع في حبه على طول. وكيريتو بيفتكر كل لحظاتهم مع بعض لحد دلوقتي، وبيفرح كيريتو وبيتفقوا انهم يبعدوا عن القتال لفترة وياخدوا استراحة بعيد عن كل القلق ده. وشكلنا كده داخلين على قصة حب سيخلدها التاريخ. وبتمر الايام وبتنتشر الاخبار في العالم كله عن الوحش المرعب الشيطان الازرق اللي هزم جيش كامل، وجه السياف الاسود بسيفين وفرتكه حرفيا بقوة مرعبة جدا لم يشهدها العالم من قبل. وبيكون كيريتو قاعد مع ايجل، وايجل بيقول له ده انت مولع الدنيا والاخبار كلها بتتكلم عنك. فكيريتو بيقول له يا عم اسكت، ده انا من الصبح وكل الصحفيين قاعدين يجروا ورايا. وفي الوقت ده بتيجي اسنا وبتقول هنعمل ايه يا كيريتو، احنا في مشكلة. وبعدها بيروح كيريتو معاها المقر نقابتها، وبيقابل قائد النقابة هيسكليف، والمصنف على انه الاقوى في SAO بالكامل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كيريتو مش متصنف لان محدش عارف معلومات عنه. والقائد هيسكليف بيقول لكيريتو نقابتنا زي ما انت عارف هي الاقوى في العالم، واحنا محتاجين الفرسان الاقوياء، وانت دلوقتي عاوز تاخد واحدة من اقوى فرساننا، ومش هنرضى اننا نتخلى عن عضوة مهمة زي اسنا. وبيقول كيريتو ايه رأيك تقاتلني في نزال واخرج كل قوتك، ولو هزمتني تقدر تاخد اسنا، بس لو خسرت هتنضم لنقابتنا. اوبا، دي ولعت على الاخر وقلبت حريقة يا صديقي. بس المرة دي النزال مش قدام اي حد، لا ده قدام الاقوى في SAO كاملة. وكيريتو بيوافق وبيجي يوم النزال، وكل لاعبين SAO بيروحوا للحلبة عشان يتفرجوا على النزال الاقوى في العالم. وهنا اسنا بتقول لكيريتو يا غبي ليه قبلت بتحديه، انا بعد ما شفت قوتك ومهارتك السرية اتأكدت ان قوتك في مستوى تاني خالص، بس هيسكليف برضو عنده مهارة سرية مش عند اي حد. فبيقول لها عارف، وبيكون بيستخدم سيف ودرعه يعد الاقوى في SAO كاملة، ودفاعه لا يقهر ابدا، وكمان ده الاقوى في العالم مش زي اي حد انت قتلته قبل كده. فبيقول لها ما تقلقيش هفوز بالنزال. وبعدها كيريتو بيروح الحلبة وكل الناس قاعدين بيتفرجوا، ودلوقتي هيبدأ النزال بين اقوى 2 في SAO كلها، ويبدأ العد التنازلي 3 2 1. وكيريتو بيهجم على هيسكليف بقوة كبيرة وبيسيفوا الاثنين، وهيسكليف بيتصدى ليه بدرعه وبيهجم على كيريتو بوم بيصيبه بالدرع بقوة كبيرة، وكيريتو مش عارف يعمل ايه معاه، وبيتبادلوا ضربات كتير جدا، وكيريتو بيهجم عليه بسرعة كبيرة وضربات مهولة جدا، وبيقول اسرع اسرع وبوم بيصيب هيسكليف، وهيسكليف بيتصدم، وكيريتو بيهجم بقوة مرعبة جدا وبهجماته وحشية لدرجة كبيرة. وهكذا جنون كيريتو وبيخرج قوة جبارة جدا، وهيسكليف مش قادر يعمل حاجة، وبوم بيبعد درع هيسكليف. ايوه هي دي النهاية، وبيهجم على هيسكليف بقوة وخلاص هيقضي عليه. ولكن في تلك اللحظة الزمن بيقف وكيريتو مش قادر يحرك جسمه، وهيسكليف بيتحرك وبوم بيصيب كيريتو وبيجيبه الارض. هو ايه اللي حصل؟ انا متأكد ان كيريتو خلاص كان هيقضي عليه. وبيفوز هيسكليف وبيكون غاضب جدا وبيمشي، وكيريتو مش فاهم حاجة، مستحيل ازاي ده حصل، وشكل في إنة كبيرة في الموضوع. وبعدها كيريتو بينضم للنقابة، واسنا بتجيب له لبس نقابتهم وبيكونوا قاعدين يتكلموا. فاسنا بتقول له صحيح يا كيريتو انت ليه طول الوقت كنت بتتجنب الاختلاط بالناس وبالنقابات؟ فبيقول لها عشان من اكتر من سنة كنت في نقابة من 4 اشخاص وكانوا مستوياتهم اقل مني بكتير، وعشان كده كنت مخبي عنهم مستواي الحقيقي، وفي يوم من الايام كلهم ماتوا بسبب استهتاري واني ما حذرتهمش، وده كله بسببي انا. فاسنا بتقرب عنده وبتقول له ما تقلقش يا كيريتو انا مش هموت، وبتحضنه. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كيريتو واسنا بيكونوا قاعدين في النقابة، فبيجي قائد قواته وبيقول ان لازم ياخد كيريتو عشان التدريب. فاسنا بتقول له تدريب مين؟ ده اقوى منك بكتير. فبيقول لها حتى ولو دي قواعد. وكيريتو بيروح معاه وبيكون معاهم كوراديل، وكوراديل بيعتذر لكيريتو، والقائد بيقول لهم ان التدريب ده لازم يكون تحت ضغط، عشان كده سلموا لي احجار الانتقال. وكيريتو بيستغرب بس بيسلموا له فعلا. وبعدها بيروحوا الصحراء وبيقعدوا يستريحوا، والقائد بيديلهم اكل،
وميه، وكيريتو بيشرب وبيبص لكوراديل، وكانت الصدمه. كوراديل ما بياكلش ولا بيشرب وبيضحك، فكيريتو بيرمي الازازه بسرعه والقائد بيقع مرمي في الارض هو وكيريتو، وبيكون الميه دي فيها سم الشلل وبيجمد حركتهم، وكوراديل هو اللي حطه. وكوراديل بيضحك بعلو صوته وبيروح للقائد وبيخرج سيفه وبيصيبه بقوه. ده بيكون ناوي يقتلهم يا جدعان، وبيقول هتموتوا هنا من غير ما حد يحس بيكوا، وانا هرجع واقول ان في شويه قتله طلعوا علينا وانتوا متوا وانا قتلت كل المجرمين لوحدي. وبيقتل القائد بكل وحشيه وبقوه جباره يا ابن الغداره، وبيروح ناحيه كيريتو، وكيريتو مصدوم وبيقول له واحد زيك انضم لنقابه فرسان الدماء ليه؟ كان المفروض تنضم لنقابه القتله. فبيقول له عندك بعد نظر ولماح انت يا كيريتو، وبيظهر دراعه. وكانت الصدمه، ده بيكون محفور عليه وشم نقابه التابوت الضاحك. اوبا، ده قاتل منهم وهو جاسوس عند التابوت الضاحك، وبيقرب لكيريتو وبيصيبه بضربات كتيره، وكيريتو بيحس بألم مرعب جدا وبيقعد يعذب في كيريتو ونقاط حياته بتقل جدا. وكيريتو بيقول معقوله خلاص انا هموت هنا؟ بس لا، كيريتو بيحرك ايده وبيقاوم السم وبيمسك سيف كوراديل، بس كوراديل بيغرز السيف بقوه اكبر، وكيريتو خلاص فقد الامل. معقوله خلاص كيريتو مات؟ لا والله. في اللحظه دي بتيجي اسنا بسرعه مرعبه جدا وبوم بتصيب كوراديل وبتطيره بعيد وبتلحق كيريتو في اللحظه الاخيره، وبيكون كيريتو كان خلاص لسه له شعره ويموت، بس بتعالجه في الوقت المناسب. وبتقول الحمد لله لحقتك، انا كنت بتابعكم على الخريطه وفجاه لقيت قائد القوات اختفى من على الخريطه، فجيت جري لهنا. وبتقول لكيريتو استنى دقيقه وراجعه لك يا كيريتو، وبتخرج سيفها وبتقرب عند كوراديل وبتقول هخلص الحوار ده في ثواني معدوده، وبوم بتصيبه بقوه كبيره في وشه وبتصيبه بضربات كتيره جدا ورا بعض، وبتكون ناويه انها تجيب اجله وتقتله. وكوراديل مرعوب لا لا يا اسنا لا، وبيركع على الارض وبيقول لها انا بستسلم، همشي من هنا ومش هتشوف وشي تاني، بس ما تقتلنيش ارجوكي. بس في اللحظه دي بيضحك وبيمسك سيفه وبيطير سيف اسنا وخلاص هيقتلها، بس في اللحظه الاخيره بيظهر كيريتو قدامه وايده بتتقطع وبيخرج قوته وبوم بيصيبه بضربه جباره جدا وبيقتله نهائيا. وكيريتو بيقعد على الارض وبيكون زعلان جدا انه قتل انسان، واسنا بتقرب عنده وبتعيط وبتقول له انا اسفه دي غلطتي عشان سيبته يضحك عليا. بس في اللحظه دي وبدون سابق انذار كيريتو بيحضنها وبيقول لها لا مش غلطتك يا اسنا، وانا حياتي ملكي ليكي يا اسنا. واسنا بتقول له وانا هفضل معاك على طول يا كيريتو. اوبا، ومن هنا بدات اقوى علاقه حب في تاريخ البشريه. وبعدها بيرجعوا وبيروحوا بيت اسنا وبياكلوا، وبعدها بيقعدوا يتكلموا، واسنا بتكون عاوزه تاخد راحه شويه من الصفوف الاماميه. فكيريتو بيقول لها في الجزء الجنوبي من الطابق ال 22 في قريه هاديه وجميله جدا، تعالي ننقل هناك ونستريح بعيد عن كل المشاكل والقتالات دي. وفجاه بيعرض عليها الجواز فبتوافق اسنا. هوبا، دي قلبت رسمي يا جدعان وشكل الدنيا هتحلو. وفي اليوم اللي بعده بيروحوا للقائد هيسكليف وبيطلبوا منه انهم ياخدوا اجازه، وبيوافق بس بشرط قريب جدا هنحتاجكوا عشان هتقاتل الزعيم. وبعدها بيروحوا فعلا للقريه اللي كيريتو كان قال عليها وبيتجوزوا فعلا وبيستمتعوا وبيعيشوا حياتهم على الاخر. وهنا كيريتو واسنا بيتكلموا، وكيريتو بيقول طب لو رجعنا للعالم الحقيقي مشاعرنا هتكون نفسها؟ فبتقول له ايوه لما نرجع للعالم الحقيقي هلاقيك يا كيريتو واحبك تاني. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا كيريتو بيكون نايم واسنا صاحيه وقاعده بتقول كيريتو عاقل وذكي جدا بس ساعات بيكون متهور وبيبقى زي الطور الهايج. وبتقول صحيح هو كيريتو عنده كام سنه؟ وبعدها بتحضنه فبيصحى كيريتو، وبعدها بيروحوا وبيتمشوا مع بعض، وكيريتو بيشتال اسنا وبيروحوا الغابه ومليانه ضباب، وكيريتو بيخوفها وبيقول لها في اشاعات بتقول ان كان في هنا شبح ابيض. وفي اللحظه دي اسنا بتبص وبتلاقي في روح بنت معديه فبتخاف جدا وبتشاور اللي كيريتو عليها، فبيشوفها وفجاه البنت بتقع على الارض فبيروح بسرعه ناحيتها وبيقول دي مش شبح، وبتكون بنت صغيره بس بيكون في حاجه غريبه وما بيكونش مكتوب عليها مؤشر الحياه اللي موجود على اي لاعب في SAO. فاسنا بتقول هو ده خلل ولا ايه؟ فبيقول لها يمكن. وبعدها بياخدوا البت معاهم للبيت وبتكون لسه نايمه وبيناموا هم كمان، واسنا بتنام جنبها. وبيجي اليوم اللي بعده واسنا بتصحى وبتلاقي البنت صاحيه فبتنده لكيريتو وبيسالوها عن اسمها، فبتقول لهم ان اسمها يوي، وبيسالوها كانت بتعمل ايه في الغابه ولا مين ابوها وامها، وما بتكونش عارفه ولا فاكره اي حاجه. فكيريتو واسنا بيقولوا لها اسمائهم، فبتقول لكيريتو بابا واسنا ماما. فكيريتو بيقول لها بابا مين؟ ده انا لسه اول مره اشوفك امبارح. وبعدها بياكلوا وبيقعدوها معاهم لحد ما يعرفوا اي حاجه عنها ولا عن اهلها. وبيمر الوقت
الوقت، وهنا كيريتو واسنا بياخدوا يوي وبيروحوا لبلده البدايه او الطابق الاول عشان يدوروا على ابو يوي او امها او اي حد يعرفها على الاقل. وفجاه بيسمعوا صوت واحده بتصرخ، وبيكون جنود الجيش واخدين اطفال وعاوزين ياخدوا من الست دي فلوس عشان يسيبوا الاطفال. وفي اللحظه دي بتيجي اسنا وكيريتو، واسنا بتخرج سيفها وبتروح لواحد من الجنود وبوم بتصيبه بضربات قويه وبيترعبوا جدا منها وبيهربوا بسرعه. وفي تلك اللحظات يوي بترفع ايدها للسماء وبتردد كلمات وبتقول الجميع قلوبهم قلوبهم، وبتخاف جدا وبتقول انا ما كنتش هنا، كنت على طول لوحدي في الظلام. وفجاه بتحصل حاجه غريبه وبتصرخ بعلو صوتها وبيحصل تشويش قوي جدا وكأن في خلل في نظام العالم، ويوي بيغمى عليها وكيريتو مصدوم. هو ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غلط. اوبا شكل في سر كبير قوي. وبيمر الوقت وبيروحوا لملجأ الاطفال وبيقعدوا ياكلوا مع المربيه. وفي الوقت ده بتيجي واحده من الجيش واسمها يوليير وبتطلب المساعده من اسنا وكيريتو وبتقول لهم ان في قائد عندهم اسمه سينكر، وعندنا شخص تاني محدش بيحبه واسمه كيباو، وبيكون ده اللي كان مع كيريتو في المراحل الاولى. وكيباو بدأ يعمل تصرفات غريبه وعشان كده كنا هنخرجه من الجيش، فخاف ودبر مكيده لقائدنا سينكر، وهو دلوقتي محبوس في مغاره ومش قادر يخرج منها، وكمان معهوش حجر انتقال. وده كله حصل من 3 ايام. فاسنا بتتصدم، طب الزنزانه دي معرفش يدمرها؟ فبتقول لها مستحيل، الزنزانه دي مستواها عالي جدا، وانا دلوقتي بتوسل ليكم انكم تيجوا معايا وننقذه. وبتعيط. فيوي بتقول لاسنا ما تقلقيش، هي بتقول الحقيقه ومش بتكذب. والمفاجاه الكبرى ان يوي بتقدر تحس بمشاعر الناس وبيوافقوا انهم يروحوا، وبيقولوا ليوي انها تقعد تستناهم هنا، بس بترفض وبتمسك في كيريتو، فبيضطروا ياخدوها معاهم. وبيدخلوا ممر الزنزانه وبيقابلهم ضفادع كتير، بس كيريتو بيقوم بالواجب وبيعمل منهم شاورما حرفيا. وبعدها بيكملوا ماشي وبيشوفوا سينكر واقف بعيد. فيوليير بتجري بسرعه ناحيته ويوليير بيتزعق وسينكر بيزعق لا محدش يجي. وفي اللحظه دي بيظهر سلاح خطير جدا وبيكون هيسيبها، بس كيريتو بيلحقها على اخر لحظه. وفجاه بيظهر حواليهم حاجز، واسنا بتدي يوي ليوليير وبتقول لها اخرجوا من الحاجز ده، وبيقفوا جنب سينكر. وفي اللحظه دي بيظهر وحش مرعب جدا، وكيريتو بيقول لاسنا اسمعي الوحش ده مش قادر يعرف مستواه، ففي الغالب مستواه فوق ال90. صدمة بكل المقاييس، فعشان كده اهربي انتي وهما وانا هحصلكوا. بس اسنا بتقول ليوليير تاخدهم وتهرب، وهي هتقاتل مع كيريتو. وفي اللحظه دي الوحش بيهجم عليهم، فبيحاولوا تصد ليهم الاثنين وبوم بيطيرهم بعيد بقوه جباره جدا، ونقاط حياتهم بتقل للنص بضربه واحده. دي كارثه. الوحش ده قوته اقوى حتى من زعيم الطابق ال90 اللي هم لسه اصلا ما قدروش يهزموه. واسنا بتقول لا مستحيل، المره دي احنا في ورطه بجد. والوحش بيقرب لكيريتو، ولكن في تلك اللحظه يوي بتتحرك وبتدخل لكيريتو واسنا وبتقف قدام كيريتو والاثنين مصدومين. لا اهربي يا يوي، اخرجي من هنا بسرعه. وبتقول يوي ما تقلقوش، والوحش بيهجم عليها بقوه مهوله جدا وبوم بتتصدى ليه بحاجز مرعب جدا وبيطير الوحش. هو ايه اللي بيحصل؟ وفجاه بتظهر كلمه فوق يوي كائن خالد. ازاي يعني يوي مش لاعبه وبشريه محبوسه زينا؟ صدمه بكل معنى الكلمه. ويوي بتطير وبتخرج سيف مرعب جدا وبتهجم على الوحش وبوم بتفرتكه بضربه واحده بس. قوتها جباره جدا يا جدعان. واسنا وكيريتو في ذهول من اللي شايفينه. انت مين بالظبط يا يوي؟ ويوي بتتكلم وبتقول انا افتكرت كل حاجه، وبتاخدهم لقاعده بيانات وبتقول لهم الحقيقه الكامله لعالم SAO. وبتقول العالم ده كله يتم التحكم به من خلال نظام واحد عملاق جدا يدعى الكاردينال، وتصمم انه يشتغل من غير اي تدخل بشري، وكل سنتي في العالم ده يتم ادارته من هناك، وحتى المشاعر والحالات النفسيه للاعبين. ونكون برنامج اداره المشاعر والحالات النفسيه يوي. صدمه بكل المقاييس. دي يوي جزء من نظام الكاردينال ومش بشريه، يعني انا كل على بعضي شويه وهم حتى الدموع دي. ويوي بتعيط وبتقول وفي بدايه انطلاق العالم ده سيطرت المشاعر السلبيه واليأس والحزن الشديد على كل اللاعبين. بس في يوم من الايام شفت 2 عندهم مشاعر ايجابيه لبعض، لا ده حب كبير جدا، والاتنين دول هم اسنا وكيريتو. فقررت اتقرب منكم، فتخطيت الحدود القانونيه ليا، فالنظام قرر يتخلص مني بس ما قدرش يتخلص مني بشكل كامل، عشان كده كنت فاقده للذاكره. فكيريتو بيقرب ليوي وبيقول لها لا انت مش مجرد برنامج بيتحكم النظام فيه، انت دلوقتي مختلفه، عاوزه تعملي ايه؟ فبتقول له عاوزه افضل معاكو. واسنا بتروح تحضنها وكيريتو كمان، ولكن فات الاوان. في اللحظه دي جسم يوي بيختفي تدريجيا وبيكون النظام هيمحيها عشان بتخالف اوامره. وكيريتو واسنا بيتصدموا ويوي بتعيط وبتقول وداعا، وبتختفي يوي نهائيا. لحظه مأساويه لاقصى درجه. اسنا بتنهار وبتعيط من كل قلبها
بحبها. بس في اللحظه دي كيرتو بيغضب وبيقول لا كايابا مش هتعمل اللي انت عاوزه، وبيفتح وحده التحكم وبيحاول يخترق النظام بكل سرعه وبيكون خلاص هينجح، وبوم بتنفجر قوه في وش كيرتو وبيطير بعيد. معقوله خلاص فشل؟ لا والله، كيرتو بيرفع ايده وبيدي الاسنى حاجه وبيكون ده قلب يوي. يا ابن اللعيبه حرفيا مفيش حاجه تقدر تقف قدام بطلنا كيرتو. وبعدها بيمشوا واسنى بتقول لكيرتو طب لما ننهي العالم ده يوي هتروح فين؟ فبيقول لها ما تقلقيش، بياناتها محفوظه في جهاز النيرفيجير بتاعي، يعني هقدر انقلها لاي عوالم افتراضيه او حتى برامج تانية. وبعدها كيرتو واسنى بيروحوا يكملوا اجازتهم وبيمر الوقت وبيستمتعوا بكل لحظه مع بعض. بس في الوقت ده بتيجي رساله لكيرتو من هيسكليف وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا باسرع وقت، وبيرجعوا فعلا لمقر النقابه. وهيسكليف بيقول ان في مواجهه الزعيم فريق ريكون محدش لاقيهم، اثرهم اختفى تماما، وده من اقوى الفرق في النقابه كلها. وبعدها بعتنا فرق تانية مكونه من 20 واحد، واول ما دخلوا غرفه الزعيم المدخل بيتقفل وراهم وماتوا كلهم. فكيرتو بيقول مستحيل دي منطقه مضاده لاحجار الانتقال. وهيسكليف بيكمل كلامه وبيقول وبعد 5 دقايق المدخل اتفتح تاني وعينك ما تشوف الا النور، مفيش حد موجود جوه ولا الفرق بتوعنا ولا الزعيم، مفيش اثر لاي حاجه جوه. هوبا صدمه بكل معنى الكلمه، بس مش هنستسلم وهنجمع اقوى جيش في SAO كلها وهنشن الحرب على الزعيم وهنقتله. فكيرتو بيقول له انا موافق ان اساعدكم، بس خد بالك سلامه اسنى هو كل اللي يهمني، بمعنى لو اي شخص هيموت ماليش دعوه، انا كل اللي هعمله اقاتل الزعيم معاكم واحمي اسنى. فاسكليف بيقول له موافق. ومن هنا بدا الجمدان والحرب اللي بجد، حرب ستسيل فيها الكثير من الدماء. وبيمر الوقت وهنا بتكون اسنى وكيرتو قاعدين، وبيكون كيرتو خايف جدا وقلقان على اسنى. فاسنى بتقول له لا مش هعمل اللي في دماغك وهاجي واقاتل معاك، يا نعيش سوا يا نموت سوا. واسنى بتقول لكيرتو ما فكرتش قبل كده يا كيرتو ايه اللي حصل لاجسامنا في العالم الحقيقي؟ في ناس كتير ماتت في SAO بسبب انهم ماتوا في العالم الحقيقي، واجسامنا كلها اكيد في مستشفيات، بس اكيد مش هتصمد لفتره اطول. فكيرتو بيقول لها وعشان كده لازم ننهي العالم ده. وبعدها بيتجمع اقوى المقاتلين في العالم، وايجل وكلاين بيكونوا جايين، وكمان هيسكليف هيقاتل معاهم. يعني حرفيا دول امل البشريه الوحيد، لو ما قدروش يهزموا الزعيم يبقى خلاص دي هتكون نهايه البشريه. وبيتنقلوا كلهم لمكان غرفه الزعيم، وهيسكليف بيقول اسمعوني كلكم، الحرب دي مش هتكون سهله ابدا، بل هتكون اصعب من اي حاجه قابلناها قبل كده، فلازم كلنا نقاتل باقصى قوه. وهيسكليف بيفتح الباب وها قد دقت ساعه الصفر، وبيدخلوا كلهم وما بيلاقوش اي حاجه، والباب بيتقفل ويعم الصمت في كل مكان. وفي تلك اللحظه كيرتو بيزعق فوقنا، وبيظهر وحش جبار ومرعب لدرجه مجنونه جدا، وكله بيترعب وبيكون عملاق جدا وبيهجم عليهم، وبوم بيقتل 2 في لمح البصر وبضربه واحده. صدمه نزلت كالصاعقه على كل الموجودين، وكله بيهرب من الوحش، بس هيسكليف بيجري عليه بسرعه كبيره جدا وبيتصدى ليه بدرعه، ومع ذلك الوحش بيقتل فيهم وحرفيا ما حدش قادر يقرب منه. بس كيرتو بيجري عليه بسرعه كبيره وبيتصدى ليه بكل قوه وبيهجم على كيرتو بضربه مرعبه جدا، بس بيظهر هيسكليف وبيتصدى ليه، واسنى بتكمل معاهم وبتصيب الوحش، وهيسكليف بيتصدى ليه وكيرتو واسنى بيهجموا عليه وبيصيبوه بضربات كثيره جدا، والباقي بيستغلوا الفرصه وبيهجموا على الوحش وبيصيبوه من كل الاتجاهات. وكانت خيبه الامل مع كل اللي بيعملوه ده، والوحش صحته ما بتقلش سنتي واحد حتى، لا وكمان بيقتل فيهم واحد ورا التاني، دي كارثه بالمعنى الحرفي يا جدعان. بس كيرتو واسنى ولا بيفرق معاهم وبيكملوا ضرب فيه وبهجمات مرعبه جدا قادره على تدمير اي كائن، وبيكونوا عاملين ميكس جامد جدا، وبالاسلوب ده هينجحوا ويقدروا يقتلوه ونقاط حياته بتقل جدا، وبيهجموا كلهم مره واحده، واخيرا بيقتلوا الزعيم وبيقعدوا يستريحوا، وبيكون مات منهم 14 واحد، دي مجزره يا جدعان. فكلاين بيقول مستحيل، ده احنا لسه قدامنا 25 طابق واللي جاي اقوى من ده. فايجل بيقول مستحيل نقدر نوصل للقمه، شكلنا هنعيش ونموت هنا. كلهم بيحبطوا جدا، بس في اللحظه دي كيرتو بيبص لهيسكليف وبيلاقيه واقف ومش قلقان من اي حاجه، فبيفتكر لما كان بيقتله وحس ان الزمن وقف مره واحده، فبيمسك سيفه بكل هدوء وبيهجم بسرعه كبيره جدا على هيسكليف وبيصيبه. وكانت الصدمه الكبرى، بيكون مكتوب على هيسكليف انه كائن خالد زي يوي بالظبط، وكلهم بيتصدموا هو في ايه؟ ازاي كائن خالد؟ انت مش لاعب زينا؟ واسنى بتقول هو في ايه يا قائد هيسكليف؟ فكيرتو بيقول طول الوقت اللعبه كانت بتحافظ على نقاط حياته وحريصه جدا ان نقاط حياته ما تقلش لمستوى خطر، وانا طول الوقت كنت بفكر وبقول يا ترى هو مستخبي فين عشان يراقبنا. وراح عن بالي حاجه، وهو ايه الممتع في مشاهده لاعبين بيلعبوا.
فاكيد هيدخل يلعب معاهم، صح كده يا كايابا اكيكو؟ اوبا، صدمة بكل المقاييس، هيسكليف هو كايابا اكيكو وكله مصدوم. مش معقولة، ازاي ده صانع العالم ده؟ فهيسكليف او خلينا نقول كايابا بيقول لكيريتو واكتشفت ده ازاي؟ فكيريتو بيقول له في قتالنا انا كنت على بعد لحظات من اصابتك، وفجأة حسيت ان جسمي كله وقف وانت سرعتك زادت. فكايابا بيقول توقعت ده برضه، ده كان خطأ من عندي واضطريت اعمل كده لانك كنت اقوى مما توقعت وكنت هتهزمني، فكان لازم استعين بالنظام. ايوه انا كايابا اكيكو، وكمان حاجة انا الزعيم الاخير اللي كان هيقاتلكو. اوبا، صدمة تلو الاخرى، كلهم مش مستوعبين. مستحيل، معنى كده انه هيقتلنا دلوقتي. بس ما تقلقوش، مش هقتلكوا دلوقتي، بس انا كنت متأكد يا كيريتو انك انت اللي هتبقى اقوى سياف من بعدي، وكمان مهارتك السرية دي انا اللي كنت مخطط ان امنحها لاقوى لاعب وجات لك انت، بس قوتك تخطت توقعاتي كلها وبقيت بتشكل لي خطر. وفي اللحظة دي حد بيهجم عليه من ظهره وهيسيبه، بس كايابا بيفتح القايمة وبوم بيسيبه بشلل هو وكل الموجودين وما بيقدروش يتحركوا، وبيكون قادر انه يتحكم في اي حاجة وكل حاجة. دي كارثة يا جدعان، كده بقى مقاتل لا يقهر. فكيريتو بيقول له طب وانت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتقتلنا عشان ما نقولش لحد على السر ده؟ فبيقول له لا لا، انا هستناك في الطابق الاخير وهقاتلك هناك، بس عشان كل مجهوداتك دي يا كيريتو هديك فرصة انك تقاتلني دلوقتي 1 ضد 1، ومش هستخدم مساعدة النظام في القتال، ولو هزمتني هتنهي عالم SAO بالكامل وكل اللاعبين هيقدروا يرجعوا للعالم الحقيقي. ايه رأيك؟ فكيريتو بيفكر واسنا بتقول له لا يا كيريتو دلوقتي لازم ننسحب. بس في اللحظة دي كيريتو بيفتكر اول يوم جه فيه العالم ده، وبيفتكر كل الناس اللي ماتت وضحوا بحياتهم، وبيتضايق جدا وبيقول لا مش هضيع الفرصة دي من ايدي، وبيقبل بقتال كايابا للمرة التانية، بس المرة دي بكامل قوتهم. فاسنا بتقول له ما تموتش يا كيريتو، فبيقول لها ما تقلقيش هفوز المرة دي وهنهي العالم ده، وبيمسك سيوفه وبيروح لكايابا، وكيريتو بيودع ايجل وكلاين، واسنا خايفة جدا على كيريتو وبتقول له لا يا كيريتو ارجع ما تعملش كده، بس كيريتو مصر انه يقاتل كايابا وبيقول لنفسه دي مش مبارزة عادية، لا ده قتال حتى الموت، اللي هيخسر هيموت. وفي اللحظة دي كيريتو بيهجم بسرعة كبيرة جدا على كايابا وبيتبادلوا ضربات قوية جدا، وكيريتو بيقول لنفسه كايابا هو اللي صمم مهارتي السرية فهيكون قادر انه يصد اي هجمات عادية، لازم اهزمه بقوة عقله ما يتخيلهاش، وبيهجم بقوة اكبر، اسرع لازم اهجم اسرع. وفي تلك اللحظة كيريتو بيخرج العنان لقوته وبيهجم على كايابا بضربات وحشية ومرعبة جدا، بس مع ذلك كيريتو مش قادر يخترق دفاعه وبيهجم باقصى قوة، وكانت خيبة الامل. بوم، سيفه بيتكسر وداعا يا كيريتو، كايابا بيخرج قوته وبيهجم عليه وخلاص هيموته، بس في اللحظة الأخيرة بتقف أسنا قدام كيريتو وبوم بتاخد الضربة مكانه. صدمة بكل معنى الكلمة، مستحيل، أسنا خلاص نقاط حياتها بتنتهي وبتخرج آخر أنفاسها وداعا وبتموت أسنا، وكيريتو مش مستوعب اللي بيحصل، مستحيل أسنا ماتت. وبينهار كيريتو وبيقع على الأرض، بس بيقف وكله يأس وإحباط وبيهجم على كايابا بس من غير أي فايدة. وفي اللحظة دي سنشهد السيناريو اللي محدش كان بيتمناه، كايابا بيغرس السيف في جسم كيريتو، خلاص دي نهاية قصة السياف الأسود. ولكن هنا حدثت المعجزة، في اللحظة دي جسم كيريتو بيتكون من تاني، لسه مش دلوقتي، وكيريتو بيرجع للحياة وبيتحرك، وكايابا مصدوم، مش معقولة، هو ايه اللي بيحصل؟ انت ازاي لسه عايش؟ وها قد ظهر أخيرا السياف الأعظم، وعين كيريتو بتتغير وبوم بيخترق جسم كايابا، وكايابا بيضحك وبيموت نهائيا. هو في ايه يا جدعان؟ ايوه في تلك اللحظة تم الإعلان عن لقد انتهى عالم SAO، وكل الناس بيعرفوا ده، واخيرا قد ظهر السياف الاعظم. وهنا كيريتو بيفتح عينه وبيلاقي نفسه جوه SAO بس في مكان غريب جدا ومش عارف هو فين، بس في اللحظه دي بيسمع صوت اسنا بيلاقيها وراه، واسنا بتجري عليه وبتحضنه في مشهد يقطع القلب، وبيكون النظام ملحقش يقتل اسنا، وكيريتو انهى العالم قبل ما يعمل كده، وبيكونوا واقفين في المكان اللي بيتحكم في عالم SAO بالكامل، الكاردينال. وفي اللحظه دي بيسمعوا صوت، ايوه هو ده كايابا اكيكو، وبيقول لكيريتو في خلال ال10 دقايق دول هيتم تدمير العالم تلقائيا وحذف كل بيانات عالم SAO من شركتي، ومن لحظات تم تسجيل خروج كل اللاعبين ورجعوا للعالم الحقيقي، اما اللي ماتوا بقى فهم ماتوا في العالم الحقيقي. فكيريتو بيقول له ليه عملت كده؟ فبيقول كنت بحلم ان اعمل عالم يخترق قوانين الطبيعة وعالمنا الحقيقي وعملت ده، بس دلوقتي جه حد واخترق قوانين عالمي وهو انت يا كيريتو او السياف الاسود. صحيح نسيت اقول مبروك على الفوز باللعبة يا
كيريتو وأسنا، ودلوقتي لازم امشي. وبيختفي كيابا، وها قد انتهى اخيرا عالم سوورد ارت اونلاين، العالم اللي شاهدنا فيه اعظم قصة حب في تاريخ البشرية. وكيريتو وأسنا بيحضنوا بعض، وأسنا بتقول لكيريتو لو رجعنا لعالمنا الحقيقي دور عليا ولازم نتقابل. فبيقول لها اكيد، وبتسأله عن اسمه الحقيقي، فبيقول لها اسمي هو كيريجايا كازوتو، وصحيح انا عندي 16 سنة. فبتضحك أسنا وبتقول وانا يوكي أسنا، وانا اكبر منك على فكرة، عندي 17 سنة. وكيريتو بيعيط، وأسنا بتقول له لا يا كيريتو ما تعيطش، ده مش الوداع ولا حاجة، وانا مريت بأسعد ايام حياتي عشان قابلتك يا كيريتو. وكيريتو بيحضنها وبيودعها، وخلاص اخيرا وليس اخرا لقد انتهى عالم SAO. وبعدها كيريتو بيفتح عينه واخيرا بيرجع للعالم الحقيقي، وبيكون في مستشفى، وبيقوم من على السرير وبيقول أسنا. في الوقت ده بنشوف كيريتو قاعد مع أسنا، وفجأة الزمن بيجري بسرعة جدا، وأسنا بتختفي وكل حاجة بتتدمر من حوالين كيريتو، وهوب بيصحى من النوم. وكيريتو كان بيشوف كابوس مرعب، ونعرف ان أسنا لسه في المستشفى وما صحيتش لسه. نيجي هنا بقى لسوجو اخت كيريتو، او في الحقيقة بنت عمه، بس هي مفكرة انهم اخوات عشان اتربوا مع بعض، وبتكون بتتدرب على المبارزة، وبيكون كيريتو بيتفرج عليها، فبيمسك سيفها وبيقول خفيف قوي. فبتستغرب وبتقول له خفيف ازاي؟ ده تقيل جدا ومش اي حد بيقدر يشتغله بسهوله. فبيقول لها لا ما تشغليش بالك، ده خفيف مقارنه بده. وطبعا كلنا عارفين ان قصده على سيفو الاسطوريه. وبيقول له سوجو طب ما تيجي تجربي حظك وتبرزيني. فبتقول له ايه الثقه دي كلها؟ ده انت بقالك سنتين ما بتتحركش وما اتدربتش، وكمان جسمك لسه ما تعافاش، وغير كل ده انا دلوقتي بطله دوليه. فبيقول لها ما تقلقيش، وبيروحوا ويلبسوا الدروع وبيبداوا. فبتضحك وبتقول لكيريتو ايه الوضعيه دي؟ فبيقول لها ما تشغليش بالك، ده اسلوبي الخاص. فبيهجم عليها بسرعه كبيره، وبيتبلوا ضربات كتيره وقويه جدا. وسوجو مصدومه من سرعته، وازاي بيقدر يعمل كده وهو كان في غيبوبه بقاله سنتين، وبتهجم عليه بكل قوتها. بس الصدمه ان كيريتو بيتفادى كل ده بسهوله. بس في اللحظه دي كيريتو بيدوخ وبيكون هيقع، بس بتمسكه وبيكون لسه فعلا جسمه ما تعافاش من الضرر اللي حصل له. وكيريتو بيرفع السيف وبيحطه ورا ظهره في المكان اللي اتعود يحط سيوفه فيه. فسوجو بتستغرب وبتقول له هو انت كويس؟ انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها لا ما تشغليش بالك، اتعودت اعمل كده مش اكتر. كيريتو لسه مفكر نفسه في العالم الافتراضي باين. وبعدها بيقعدوا يستريحوا، وسوجو بتقول لكيريتو انت ازاي مستواك بقى قوي قوي كده وانت ما كنتش بتتدرب؟ فبيقول لها لا كنت بتدرب بس بطريقه مختلفه حبتين. وبيقول لها انه هيرجع يتدرب على المبارزه تاني. فبتفرح جدا وبتكون هتقول له حاجه، بس بتقول له مش دلوقتي. وبتسال كيريتو هتعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها هروح المستشفى. فبتقول له هتروح لها تاني؟ فبيقول لها ايوه. وباين كده ان سوجو متضايقه. وبيكون كيريتو بيروح ويزور أسنا في المستشفى، وبتمر الايام وبيمر شهور على انتهاء عالم SAO. وبنعرف ان السياف الاسود كيريتو اتشهر جدا في العالم ده، بس قليل جدا اللي يعرفوا مين هو السياف ده. وده طبعا لان كيريتو اسمه الحقيقي هو كيريجايا. وفي الوقت ده كيريتو بيروح للمستشفى وبيدخل اوضه أسنا، فبيجي واحد وده ابو أسنا، وبيكون عارف كيريتو وعارف انه السياف الاسود. وبعدها بيدخل واحد وبنعرف ان ده مدير شركه العاب واقع افتراضي، وابو أسنا بيقول له ان ده السياف الاسود. فبيروح وبيسلم عليه وبيقول له مش معقوله بطل SAO واقف قدامي. وبعدها بيتكلم مع ابو أسنا وبيقول له بطلب منك الجواز من أسنا. صدمة بكل المقاييس. وابو أسنا بيقول شكل الوقت قرب فعلا. وبيكونوا بيخططوا ان أسنا اول ما تفوق هتتجوز الراجل ده. وبعدها ابو أسنا بيمشي، ونعرف ان الراجل ده اسمه نوبيوكي. وبيروح عند أسنا وبيمسك شعرها وبيقول لكيريتو انت دلوقتي عطلة في طريق جوازنا، فاحسن لك ابعد عنها. فكيريتو بيمسك ايده وبيقول له انت بتستغل انها في غيبوبة وبتعمل اللي على مزاجك. فبيقول له بالظبط كده، انت عارف يا كيريتو ايه اللي حصل في غيابك وانت في عالم SAO؟ فبيقول له شركة SAO اتدمرت. فنوبيوكي بيقول ايوه، ومشروع الVR والكاردينال بقى تحت سيطرة شركة يوكي، ودي شركة عائلة أسنا، وانا اللي ماسك المشروع دلوقتي. وبقى موجود العاب وعوالم جديدة وضخمة جدا، وانا اللي متحكم في معظمها. يعني ده كله ما يدينيش الحق اكتر منك ان اتجوزها. وعلى العموم انا كده كده هتجوز أسنا سواء بالذوق او بالعافية. اوبا، من اول ما شفته وانا مش طايقه والله يا جدعان. وبيقول احسن لك ابعد عن طريقي. ومعلومة كمان، الجواز هيتم وأسنا لسه مغمى عليها قبل ما تفوق حتى. وبعدها بيمشي. يا جدعان دي ولعت وقلبت
حريقه يا جدعان. وبعدها كيرتو بيرجع للبيت وهنا سوجو بتخبط على اوضته بس ما بيردش، فبتدخل وبتلاقي كيرتو قاعد وزعلان جدا، فبتروح له وبتهون عليه وبتقول له هي اسنا حصل لها حاجه، فبيقول لها هتضيع مني. فسوجو بتحضنه وبعدها كيرتو بينام، وبيكون واضح جدا ان سوجو بتحب كيرتو جدا وبتنام هي كمان. وبيجي اليوم اللي بعده وكيرتو بيصحى وبيصحي سوجو، وبعد شويه بتيجي رساله لكيرتو فبيشوفها وبتكون من ايجل وبعت له صوره لاسنا، فبيتصدم ازاي ده. وفي اليوم اللي بعده كيرتو بيروح لايجل في المحل بتاعه، وكيرتو بيساله عن الصوره اللي بعتها له، فبيوري له لعبه اكيد سمعت عنها قبل كده، فبيقول له لا، وبتكون دي عالم واقع افتراضي وتم انشاؤه بعد عالم SAO، واسم اللعبه او العالم ده الفاهم ومعناها ارض الجنيات، واتشهرت جدا في الفتره الاخيره وده بسبب القدره فيها على الطيران. فكيرتو بيتحمس وبيقول اكيد العالم ده ممتع جدا، بس ايه علاقته باسنا؟ فبيوري له الصوره وبيقول له المكان ده داخل الفاهم. فكيرتو بيتصدم وايجل بيقول له في مكان اسمه شجره العالم، وكل الجنسيات والاعراق في العالم ده بيسعوا انهم يوصلوا لشجره العالم، وفي هناك قصر كبير جدا. فكيرتو بيقول له طب ما يطيروا ويروحوا له، فايجل بيقول له مش بالسهوله دي عشان في حد لمده طيرانهم، وفي مجموعه تعاونوا وحاولوا يطلعوا بس فشلوا ولقطوا صوره، ولما قربوها لقوا البنت دي هناك والمفروض ان دي اسنا. اوبا كيرتو بيتصدم، وكيرتو بيشوف اسم الشركه اللي عامله الفاهم وبيلاقيها ريكت، ودي الشركه اللي بيديرها نوبيوكي، فبيتضايق جدا وبيقرر انه هيدخل العالم ده ويشوف اسنا بنفسه. وبعدها بيرجع البيت وبيشكر سوجو على مواساته امبارح، وبيقول لها انه هيرجع اسنا باي ثمن، وبيدخل اوضته وبيلبس جهاز الVR او النيرف جير، وبيدخل الفاهم وبيسجل باسم كيرتو وبيختار عرق سبيريجان، واخيرا بيدخل وبيكون متجه لمنطقه عرق سبيريجان، بس فجاه بيحصل زلزال قوي جدا وبيلاقي نفسه في مكان تاني وبيفتح بياناته، وكانت المفاجاه الكبرى بيلاقي طاقاته وقوته عاليه جدا، بس ازاي دي نفس طاقاتي في SAO؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبيشوف مهاراته واوبا دي نفس مهاراتي في SAO، بس الصدمه الاكبر انه بيلاقي يوي وبيستدعيها، وفجاه تنطلق قوه كبيره وبتظهر يوي فعلا، وكيرتو بيقول فاكراني يا يوي؟ فبتفتكره فعلا وبتحضنه، وبعدها بيقعدوا يتكلموا، ويوي بتقول لكيرتو ان العالم ده نسخه من سيرفرات عالم سوورد ارت اونلاين، وبتقول له ان شخصيته القديمه اللي هي السياف الاسود اندمجت مع شخصيته الحاليه. فكيرتو بيقول يعني شركه ريكت بعد ما اخذت السيرفرات طورتها وعملت نسخه محسنه من SAO، فبتقول له بالظبط كده، وبتقول له يحذف كل معداته عشان العالم ده ما يفكرش ان ده فيروس ويخرجك من الفاهم، فبيعمل كده فعلا. وبنعرف ان يوي دلوقتي متصنفه على انها جنيه مساعده وبتتحول للجنيه المساعده فعلا. وكيرتو بيقول ليوي ان بعد انتهاء SAO اسنا ما رجعتش من الغيبوبه، وفي حد شافها هنا في الفاهم في مكان اسمه شجره العالم، وفي الوقت ده بتظهر اجنحه كيرتو، فيوي بيتعلموا الطيران بجهاز المساعده. ومن الناحيه الثانيه هنا بيكون في بنت اسمها ليفا ومعاها واحد اسمه ريكون، وفجاه حد بيهجم عليهم بضربات كتيره، وبيكون في مجموعه من جنس مختلف وبيهجموا عليهم، وفي اللحظه دي واحد بيهجم على ليفا بتتفاداه وبوم بتقضي على اول واحد، بس الشخص اللي معاها بيقضوا عليه والباقي بيهجموا عليها بس بتتفادى ضرباتهم، بس في اللحظه دي بوم بتتصاب بضربه قويه جدا وبتقع على الارض وبيحوطوها وبتكونش عارفه تعمل حاجه وخلاص هيقضوا عليها، بس في اللحظه دي بيقع كيرتو من فوق، فليفا بتقول له انت بتعمل ايه؟ اهرب بسرعه هيقتلوك. فبيقول 3 على 1 مش رجوله يا جدعان ولا ايه؟ فواحد منهم بيهجم عليه بسرعه كبيره جدا، وليفا بتقول اهرب قبل ما تموت. بس على مين يا معلم؟ كيرتو بيمسك رمحه بايده وبيرميه بقوه وكله مصدوم، وليفا مش مصدقه ازاي عنده القوه دي، بس لسه كيرتو بيسمي وبيخرج سيفه وبوم بيهجم بسرعه مرعبه جدا وبيقتل الاول في لمح البصر، والولد التاني اترعب جدا وليفا مصدومه ومش مصدقه مين الشخص ده، وكيرتو بيقول اللي بعده يا هنايا ساعده، وبيهجم بسرعه جباره جدا وبيفرتكه من غير ما يسمي حتى، وبيقول للاخير مش هتيجي تاخد دورك انت كمان ولا ايه؟ فبيترعب جدا وبيطير بكل سرعته. يا فخامتك وروقانك يا كيرتو، لسه داخل عالم جديد ونازل ضرب فيهم من غير ما يقول سلام عليكم حتى. وكيرتو بيتكلم مع ليفا، فليفا بتقول له مش انت من عرق السبيريجان بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها والله ما عارف انا تايه اصلا، فبتضحك وبتقول له ان موطنه في الاتجاه التاني، وبتشكر كيرتو وبتعرف عن نفسها، وبعدها بتعزمه على الغداء، فبيسالها عن شجره العالم وبيقول لها انا ما اعرفش اي حاجه عن العالم ده، فبتقول له ما تقلقش انا هعرفك كل حاجه، وبتظهر اجنحتها. فكيرتو بيقول لها انت ازاي بتطيري من غير جهاز المساعده؟ فبتعلمه يعمل كده ازاي، وهوب بتزقه بقوه، وكيرتو بيطير بسرعه كبيره جدا وما بيكونش عارف يقف، فبتقعد تضحك عليه، وبعدها بيطيروا مع بعض،
وكيريتو مبسوط جدا بحوار الطيران ده، وكيريتو بيقول لها هي دي اقصى سرعتك؟ وفجأة بتنطلق بسرعة كبيرة جدا وبتقول لا ده انا من اسرع اللاعبين هنا، وبتبص وراها وكانت الصدمة الكبرى. بتلاقي كيريتو وراها وبيجاري سرعتها بكل سهولة، وبتقول لنفسها كيريتو ده عنده قوة مرعبة جدا. وبعدها بيوصلوا لمكان عرق السلف اللي هو عرق ليفا، وبتقول لكيريتو صحيح هو انت بتعرف توقف الطيران؟ فبيقول لها لا. فبتقول له طب طريق السلام انت. وكيريتو بيخبط في المبنى اللي قدامه، وليفا بتروح له وبتستخدم سحر الشفاء وبتعالجه. وبنعرف ان سحر الشفاء عالي المستوى، مش اي عرق يستخدمه، والعرق الوحيد اللي بيتميز بسحر الشفاء هو عرق السلف. وكيريتو بيقول لها طب السبيريجان مهاراته ايه؟ فبتقول له استخدام الوهم والسرقه والتجسس. وفي الوقت ده بيجي ريكون وبيكون هيهجم على كيريتو، بس ليفا بتقول له ان كيريتو هو اللي انقذها. وبعدها بتروح هي وكيريتو لمطعم، وكيريتو بيسالها عن شجره العالم، فبتقول له ان كل الناس عاوزه توصل لقمتها علشان اول لاعبين هيوصلوا هيتكرموا وهيحصلوا على قوه جباره جدا، وهيقدروا يطيروا في اي مكان من غير اي حدود. فبيسالها كيريتو ازاي يطلع لقمه الشجره، فبتقول له في طريق وهو طريق القاعه الرئيسيه، بس الحراس هناك اقوياء جدا وقوتهم مرعبه لدرجه مجنونه، ومن اول ما اتعمل العالم ده محدش قدر يهزمهم، والوصول للقمه شبه مستحيل. فكيريتو بيتضايق وبتقول له هو مهم بالنسبه ليك للدرجه دي؟ فبيقول لها ايوه ولازم اوصل لهناك، وبيشكرها وبيكون ماشي، بس بتوقفه وبتقول له اوعى تكون رايح لشجره العالم، انت مجنون، محدش هيقدر يهزم حراس القاعه، خلاص انا هاخدك لهناك وهاجي معاك. فبيقول لها بس ده خطر عليكي. فبتقول له بس لازم اجي معاك وانا خلاص خدت قراري. وبتقول له فاضي بكره تسجل دخولك؟ فبيقول لها فبيتفقوا انهم يتقابلوا بكره الساعه 3، وبعدها بتودعه وبتسجل خروجها. وبعدها ليفا بتخرج من الفا هم، وكانت المفاجاه الكبرى ليفا في الحقيقه تبقى سوجو بنت عم كيريتو، وما بتكونش عارفه ان كيريتو هو ابن عمها، وبتفكر في كلامها لكيريتو وشكلها كده حبته. اوبا دي ولعت يا جدعان، يعني بتحبه في العالم الحقيقي وحبته مره تانية في الفا هم؟ دي الاحداث شكلها تولع على الاخر يا جدعان. ومن الناحيه التانية كيريتو لسه في الفا هم وبيتكلم مع يوي، وبعدها بينام. نيجي هنا بقى لقمه شجره العالم، وبتشوف بنت وبتطلع دي اسنه فعلا، وبتكون محبوسه في قفص عملاق جدا. وفي اللحظه دي بيدخل شخص، والصدمه الكبرى ان الشخص ده يكون نوبيوكي مشرف نظام الفا هم، وهو اللي حابس اسنه هنا. وبيقول لها مش هتقبلي بجوازي بقى؟ فبتقول له على جثتي عمري ما هقبل بيك. فبيقول لها انا ساعات دماغي بتوزيني كده وبتقول لي ان اخليكي تقبلي بالقوه، بس انا مش هعمل كده عشان كلها شويه وقت وتقبلي من نفسك. وبيقول تعرفي لاعبين الفا هم دول قاعدين بيلعبوا ومستمتعين بالعالم ده، وما يعرفوش حقيقه الفا هم ولا حقيقه نظام الغوص الكامل اللي وقعتهم فيه. بعد مشروع كايابا اكيكو خدت كل البيانات والخطط اللي عملها واستخدمتها في العالم ده، وقريب جدا بحثي هينتهي وهيبقى عندي القدرة على التحكم في كل عقول وعواطف وذكريات كل اللاعبين داخل الفا هم، ومن ضمنهم انتي. فبتتصدم وبتقول له مستحيل مستحيل ابويا يوافق على كده. فبيقول لها كل ده بيتم بسرية تامة، وبعد ما اكمل البحث هبيعه لشركة امريكية بسعر عالي جدا، فاحسن لك تقبلي الزواج مني وهتبقى ملكة العالم ده. وبيخلص كلامه وبيروح يفتح القفص، وبعدها بيخرج، واسنا بتكون زعلانه ومحبطه جدا وبتدعي ان كيريتو يعرف مكانها وينقذها. يا جدعان ده نوبيوكي ده مش سهل خالص، وشكل كده هنشوف احداث نار قدام. ويجي اليوم اللي بعده، وهنا سوجو بتفتكر لما كان كيريتو في SAO وكانت خايفه من العوالم الافتراضيه، بس قررت تجرب ودخلت الفا هم وحبت الفا هم لدرجه كبيره، وعرفت ليه كيريتو كان بيحب العالم الافتراضي. وبعدها سوجو بتروح المدرسه وبتقابل شخص، وبيكون ده ريكون، وبيقول لها ان قائد عرقهم سيكورد هيروح يصطاد النهارده وهيجمع اقوى المقاتلين معاه. فبتقول له مش هعرف اجي عشان هروح النهارده لشجره العالم. فبيقول لها مش معقوله هتروحي مع السبريجان بتاع امبارح؟ فبتقول له ايوه هو. وبعدها بتمشي وبترجع للبيت وبتلبس جهاز الVR وبتدخل الفا هم وبتروح للمكان اللي متفقين يتقابلوا فيه، وبتلاقي كيريتو مستنيها. وبعدها بيروحوا يشتروا ادوات لكيريتو، وكيريتو بيشتري سيف ضخم جدا، وبيروحوا برج السماء عشان يطيروا من هناك. بس في اللحظه دي بيجي شخص، وده هو سيكورد قائد عرق السلف، وبيقول لها ما ينفعش تخرجي من المدينه من غير اذني. فكيريتو بيروح له وبيقول له اللاعبين دول مش ادوات في ايدك. فسيكورد بيقول انت مين عشان تكلمني كده؟ ده انت يا دوبك حته سبريجان متمرد وتلاقيك مطرود من قبيلتك. فليفا بتقول له ان كيريتو معاها وهو مش مجرم، انا وهو شركاء. فبيقول
فبيقول لها خدي بالك انت كده بتعلني تمردك علينا. فبتقول له وماله واسيب القبيله كمان. وفي اللحظه دي سيكورد بيخرج سيفه وبيكون هيهجم على كيريتو، بس واحد بيوقفه وبيقول له لا مش عاوزين مشاكل، عشان انت لو قتلت واحد ضعيف قدام كل الناس دي انت اللي هتكون غلطان. فبيقول لكيريتو انا هسيبك المره دي، بس لو شفتك تاني مش هرحمك. وبعدها بيمشوا وليفا بتاخد كيريتو وبيطلعوا البرج، وكيريتو بيسالها يعني ايه متمرد، فبتقول له ده يعني الشخص اللي بيتخلى عن قبيلته وكل اللاعبين بيحتقروه. فكيريتو بيقول اسف جدا اني خليتك تسيبي قبيلتك. فبتقول له لا ولا يهمك، انا اصلا كنت عاوز اخلع منهم باي طريقه. وبعدها بيطيروا وبيبداوا رحلتهم، ومن الناحيه التانيه نوبيوكي بيكون عند اسنا. فاسنا بتقول له انت مفكر انك هتقدر تنجح؟ ده في خيالك، في يوم من الايام هيجي وهينقذني. فبيقول لها اوعى تكوني قصدك على البطل كيريتو السياف الاسود. فبتتصدم وبتقول هو عارفه منين؟ وبيقول لاسنا اسمه الحقيقي كيريجايا صح. ما توقعتش ان بطل SAO يطلع في الاخر حته عيل صغير، وعلى فكره انا قابلته في المستشفى وفي اوضتك كمان. فبتتصدم لا وايه كمان؟ ده انا قلت له ان هتجوزك الاسبوع الجاي وشفته بعيني وقلبه مكسور وزعلان. ونوبيوكي بيضحك وبيقول لها ما تقلقيش هبعت له دعوه لحفل جوازنا عشان يشوفك وانت لابسه فستان الجواز. يا ابن المستفزه، ده حرفيا عاوز يكسر قلب كيريتو اكتر ما هو مكسور. وبعدها بيكون ماشي، فاسنا بتبص للمرايه وبتشوفه وهو بيكتب كلمه السر وبتعرفها. وفي الوقت ده كيريتو وليفا بيقاتلوا وحوش وبيفرتكوهم بكل سهوله. وليفا بتقول لكيريتو انهم لازم يستريحوا شويه، وبيعملوا كده فعلا. وليفا بتقول لكيريتو ان واحد فيهم يسجل خروجه ويروح ياكل عشان نعرف نكمل رحلتنا، وواحد يسجل خروجه والتاني يحميه. وليفا بتسجل خروجها وكيريتو بيحميها على ما ترجع. وسوجو بتروح وبتخبط على كيريتو بس طبعا ما بيردش، وده لانه اصلا بيحميها في الفا هم. فبتروح وبتجهز له العشاء وبتقول لنفسها انها بقت معجبه بكيريتو وبشخصيته، وطبعا كل كلامها على كيريتو اللي في الفا هم. وبعدها بترجع تاني الالفا هم وبيجي دور كيريتو، وكيريتو بيسجل خروجه وبتروح تقعد جنبه. وفجاه بتظهر يوي. فليفا بتقول لها هو انت بتتحركي عادي حتى لو سيدك مسجل خروجه؟ فبتقول لها ايوه، وده مش سيدي ده بابا. فبتقول لها انت بتقولوا له كده ليه؟ فبتقول لها ده لانه انقذني من زمان. وفي الوقت ده بيرجع كيريتو ولسه يكملوا طريقهم. كيريتو بيقول انا حاسس ان في حد بيراقبنا. فبتقول له يمكن ده شخص بيستخدم مهاره التجسس، وده عن طريق انه يلقي سحره على اي طائر او حيوان وبيتعقب الشخص المستهدف. فبيكملوا طريقهم وبيطيروا، وفي اللحظه دي بيكون في خفاش بيراقبهم وبيكون في حد بيستخدم مهاره التجسس عليهم. لا ده مش واحد بس، دول مجموعه كبيره جدا ولابسين رداء اسود. وهنا كيريتو وليفا بيوصلوا الكهف، وكيريتو بيفعل تعويذه الرؤيه الليليه، وليفا بتقدر تشوف فعلا. وبتقول لكيريتو اول مره اشوف سبيريجان بيقدر يستخدم مهارته بالاتقان بتاعك ده. وفي الوقت ده بيجي ليفا رساله من ريكون وبيقول لها انها لازم تكون حذره. وفي اللحظه دي يوي بتقول لكيريتو ان في 12 لاعب جايين هنا. فليفا بتتصدم وبتقول له لازم نستخبى بسرعه. فبيقول لها نستخبى ازاي؟ فبتزقه وبتظهر سحرها وبتعمل حاجز وهمي وبيستخبوا وراه. بس كيريتو بيقول لها لا ده مش لاعب، ده خفاش وعنده عين حمراء. فليفا بتتصدم وبتخرج سحرها وبتقضي عليه وبتقول لازم نهرب حالا، وبيجروا بكل سرعه. وبتقول لكيريتو ان دي مهاره تتبع من مستوى عالي جدا وعيونه الحمراء دي. فكيريتو بيقول لها يعني قصدك ان دول السلمندر؟ السلمندر دول يا جدعان هم اقوى واشرس عرق في الفا هم. وفي اللحظه دي بينطلق سحر كبير جدا وبيظهر حاجز قدامهم، وكيريتو بيهجم عليه بكل قوه بس ما بيقدرش يخترقه. فليفا بتقول السحر المرعب ده مش معقوله، ايوه هم دول السلمندر وبيكون جيش كبير جدا. وكيريتو بيقول لليفا تعالجوا وسيبي الباقي عليا، وبيهجم بسرعه كبيره جدا بس بيتصدوا ليه بدروعهم وبيكونوا متقسمين. الصف الاخير بيعالجهم والصف اللي بعده بيظهروا سحرهم الناري وبيهجموا بقوه فتاكه جدا، وبيتصاب كيريتو بضرر مهول جدا بس لسه واقف على رجليه. وليفا بتعالجه بسرعه وبيهجم بسرعه مهوله جدا وبيصيبهم بس بيتكرر نفس الحوار وبيعالجوهم وبيهجموا على كيريتو وبوم بيصيبوه بضربات مرعبه جدا. وليفا بتعالجه تاني وليفا بتقول مستحيل، وبيكونوا متقسمين حبه يتصدوا لكيريتو والتانيين يعالجوهم والباقي يهجموا عليه. ودي خطه خبيثه جدا معموله خصيصا لمواجهه السياف الاسود كيريتو. وليفا بتقول مستحيل على الوضع ده هيقضوا علينا، خلاص يا كيريتو استسلم. فبيقول لها لا مستحيل اسيب شريكي او حد من صحابي يموت طول ما انا عايش. وفي تلك اللحظه كيريتو بيشتعل غضبا وبيهجم بقوه مرعبه جدا وبيمسك دروعهم، بس في اللحظه دي بيكونوا موجهين هجومهم على كيريتو. حرفيا كيريتو في وش المدفع، كيريتو في مصيبه حرفيا. ويوي بتقول لليفا استخدمي كل طاقتك السحريه واحمي كيريتو، وبتعمل كده فعلا وبيهجموا على كيريتو بوابل مرعب جدا من الضربات، بس درع ليفا بيحميه. بس معقوله خلاص كيريتو عاجز انه يتصدى ليهم؟ بس لا
يا معلم. في تلك اللحظات كيرتو بيخرج قوة مرعبة جدا، وفجأة بيتحول لوحش ضخم جدا، وليفا بتتصدم وبتقول معقولة ده كيرتو؟ وكيرتو بيهجم بقوة جبارة جدا، وبوم بيقضي عليهم واحد ورا التاني، وبيترعبوا جدا، وكيرتو مش شايف قدامه ونازل فيهم ضرب، وبيكون هيفرتك الأخير ومش حاسس بنفسه حرفيا، وكأنه تحول لوحش. بس ليفا بتزعق وبترجعه لوعيه تاني، وبيسيب الأخير، وليفا بتروح للأخير وبتسأله مين اللي بعتك؟ فبيرفض يقول لها، فبيجي كيرتو وبيعرض عليه عرض، وهو انهم يقول لهم على اللي بعته وهيديه كل الجوائز اللي كسبها من قتل صحابه. فبيقول لهم ان من فتره تم قتل قائد قوي ومجموعته من جيوش السلمندر، والمجموعه والقائد ده هم اللي كيرتو قتلهم اول ما دخل الفا ام. وبيقول لهم ان القائد امرهم انهم يقضوا على 2 وهم انتوا كيرتو وليفا، وبيقول ان القائد بيخطط لحاجه كبيره قوي المره دي، وده لانه شاف اعداد مهوله جدا من السلمندر رايحين باتجاه الشمال، وده كل اللي اعرفه. وكيرتو بيديله الفلوس وبيمشي، وليفا بتسال كيرتو هو الوحش اللي ظهر من شويه ده كان انت؟ فبيقول لها باين كده. فبتقول له باين يعني ايه؟ فبيقول لها اصلا انا لما بندمج في القتال ما بحسش بنفسي، وفجاه لقيت نفسي تحولت للوحش ده، وبعدها مش فاكر ايه اللي حصل. فليفا بتقول له لا كده خاف منك بقى. وبعدها بيروحوا للمدينه اللي بعدها، وليفا بتسجل خروجها، وكيرتو بيفضل قاعد جنبها، وهنا ريكون بيتصل بيها وبترد عليه، فبيقول لها ان سيكورد زعيم عرقنا هيغدر بينا، وانا شفته وانا ماشي واقف مع 2 من السلمندر وتحالف معاهم، وهيهجم بكره بجيش مهول جدا من السلمندر. وسوجو بتدخل للعبه تاني وبتقول لكيرتو لازم نهرب من هنا بسرعه عشان هتقوم حرب قريبه جدا على كل الاعراق وجنسيات الفا هم بالكامل، وهيغدروا بيهم في الاجتماع، وبعدها بيجروا. بس ليفا بتقف وبتقول لكيرتو السلف والعرق التاني كده كده هيموتوا، والسلمندر هيقضوا علينا، وانت مالكش دعوه بالحوارات دي، فعشان كده لازم يا كيرتو تروح مع السلمندر عشان لما يقضوا علينا هيروحوا لشجره العالم، وانت محتاج توصل لهناك وهم هيساعدوك اكتر مننا، ولو قتلتني حالا انا هكون متفهمه جدا سببك ده. وبتكون مستنيه كيرتو يقضي عليها، فكيرتو بيقول لها انت عبيطه، مهما حصل انا مش هتخلى عن الاشخاص اللي بحبهم، وانا بحبك يا ليفا وعاوز نبقى اصحاب، وانا هحارب معاكي لاخر نفس. وبيمسك ايدها وبوم بينطلق بسرعه مرعبه جدا، وليفا مش مصدقه ايه كل القوه المجنونه دي، وبيظهر وحوش قدامهم، بس كيرتو بيخترقهم ولا كانهم مش موجودين، وبيخرجوا من الكهف وبيطيروا، وبيمر الوقت. وفي اللحظه دي كيرتو بيشوف جيش السلمندر، وليفا بتقول خلاص مستحيل نلحق نحذرهم، ارجع انت بقى يا كيرتو وانا هروح وانضم لقبيلتي وقاتل معاهم. بس كيرتو بيقول لها الهرب مش اسلوبي. اوبا ده شكل كيرتو ناوي انه يقاتل جيش السلمندر. وفي الوقت ده السلمندر وصلوا فعلا للاجتماع، والقاده كلهم مصدومين وخلاص هيهجموا ويقضوا عليهم. بس في اللحظه الاخيره بيجي كيرتو بسرعه مرعبه جدا وبيقول جيوش السلمندر احسن لكم اقفوا مكانكم. وليفا بتقول لزعيمتهم ان كل املهم متوقفه على كيرتو، وكيرتو بيقول فين زعيمكم؟ عاوز اتكلم معاه. وبالفعل زعيم السلمندر بيتحرك، وكيرتو بيروح له وبيقول له انا كيرتو سفير الاسبريجان، وبقول لك ان انت لو هجمت على الاجتماع ده هعتبر ان انت بتعادي كل الاعراق وهتبقى عدو ليهم كلهم، ولو حصل كده السلمندر كلهم هيموتوا. فبيقول له طب اصدق ازاي ان انت السفير ومعكش ولا حارس، وكمان عتادك واسلحتك ضعيفه، فايه رايك تقاتلني؟ ولو قدرت تصمد ل 30 ثانيه هصدقك. وكيرتو بيكون مؤلف كل الكلام ده، ولا هو سفير ولا حاجه، وكيرتو بيوافق يقاتله. وزعيمه السلف بتقول ده سيف الشيطان، معنى كده ان ده القائد يوجين. فليفا بتقول لها انا سمعت عنه كتير، ويوجين ده عنده قوه جباره جدا، ويقال انه الاقوى في الفا هم كامله. اوبا كيرتو دخل قتال مع شخص ما عندوش يا مرحميني، حرفيا دي كارثه. وبيبداوا القتال، ويوجين بيهجم على كيرتو بقوه كبيره جدا، وكيرتو لسه هيتصدى ليه. كانت الصدمه سيف يوجين بيخترق سيف كيرتو، وبوم بيصيبه بضربه مرعبه جدا، وبتكون دي مهاره سيف الشيطان. وفي اللحظه دي كيرتو بيهجم عليه بقوه مهوله جدا، وبيتبادل ضربات قويه جدا، وبيقول لكيرتو ما توقعتش انك تكون لسه عايش بعد الضربه دي. وكيرتو بيتفادى هجومه، بس يوجين بيصيبه، فكيرتو بيقول له خلاص وقتك خلص، عدى اكتر من 30 ثانيه. وهنا كانت الصدمه الكبرى. يوجين بيقول له معلش انت طلعت قوي وعجبتني، وانا غيرت قراري، والمفروض منك
دلوقتي انك تفضل عايش. وبيتبلدوا ضربات بقوه كبيره جدا، والزعيمه بتقول الاتنين دول قويين بشكل مرعب جدا، بس سيف يوجين اقوى بكتير وبيمنحوا قوه جباره جدا. وفي تلك اللحظه يوجين بيصيب كيرتو بضربات كتير جدا، وكيرتو خلاص مش عارف يعمل حاجه، بس بيبعد في اللحظه الاخيره وبيظهر مهاره قويه، وفجاه بينشر دخان في كل مكان ومحدش شايف اي حاجه، وليفا مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل. بس في اللحظه دي كيرتو بيروح عندها وبياخد سيفها، وفجاه الدخان بيختفي ويوجين بيغضب جدا وما بيلاقيش كيرتو، والجنود بيقولوا اكيد هرب، بس ليفا بتقول لهم مستحيل كيرتو يهرب، وبتفتكر كلام كيرتو ليها وايوه ثقتها في محلها. في تلك اللحظه كيرتو يحلق في السماء وبيهجم بسرعه على يوجين، ويوجين بيهجم بكل قوته وبيخترق سلاح كيرتو وخلاص هيسيب كيرتو، بس كيرتو بيتصدى لبسيف ليفا. ودلوقتي هيبدأ العرض الحقيقي. كيرتو بينزل على يوجين بوابل مرعب جدا من الهجمات الجبارة، وبيصيب يوجين بضربات فتاكة لأقصى درجة، ويوجين بيهجم آخر هجوم عنده، بس على مين يا معلم؟ كيرتو بيتفاداه وبوم بيخترق جسمه بسيفه، وخلاص كسب كيرتو في النزال. بس كيرتو ما بيقفش لحد هنا وبيكمل على يوجين بضربات وحشية ومرعبة جدا. أيوة قد جن جنون كيرتو ومش شايف قدامه، وبيرفع سيفه وبوم بيفلق يوجين نصين وبيفرتكوا نهائيا. عظمه وجبروت بيخلي كل اللي موجودين متسمرين مكانهم من الصدمه، ومحدش مصدق الرعب والجبروت اللي شايفينه، وبعدها كل القاده بيفرحوا جدا. وهكذا انقذ بطلنا كيرتو الموقف مره اخرى، وزعيمه قبيله السلف بترجع يوجين مره تانية. ويوجين بيقول لكيرتو انا ما قابلتش في حياتي شخص بقوتك، وطول حياتي ما توقعتش ان في شخص في الاسبريجان او الفاهم كلها بالقوه الجباره دي. وفي الوقت ده واحد بيجي وبيقول ليوجين ان كيرتو ده هو اللي قضى على مجموعه القائد اللي ماتت قريب. فيوجين بيقول احنا مش هنقدر نصمد قدام الوحش ده، وبعدها بينسحبوا. حرفيا كيرتو مرعب لاي حد يفكر يقف قدامه. وبعدها ليفا بتحكي لهم كل حاجه، والزعيمه بتقرر انها تنفي سيجورد بره ارضهم وقابلتهم، وبتعمل كده فعلا. وفي الوقت ده زعيمه تانية بتقول لكيرتو صحيح انت مين؟ وهل انت فعلا سفير الاسبريجان؟ فبيقول لها انا كيرتو، وكل ده كنت مألفه من دماغي. وبعدها الزعيمه بتحاول تغري كيرتو عشان ينضم ليهم، وكمان زعيمه السلف بتحاول تغريه، بس ليفا بتغيره وبتوقفهم. يخرب بيتك يا كيرتو ما رحمتش حتى الزعماء. وبعدها ليفا بتقول لهم ياخدوهم معاهم لشجره العالم. فالزعيمه بتقول بس احنا لسه محتاجين شويه معدات ولازم نستنى يوم او اتنين كمان. بس كيرتو بيدي لها فلوس كتير جدا وبيقول لها ده ممكن يساعدكم، وبتبص في الكيس وبتتصدم، دول 100,000 عمله، مش معقوله انت جبت المبلغ ده كله منين؟ وبعدها بتقول له احنا كده مش فاضل لنا كتير، اول ما نجهز هنبلغكم على طول. وبعدها بيمشوا، وهنا كيرتو وليفا بيكونوا رايحين لقاعة شجرة العالم. وفي الوقت ده أسنا بتحاول تفتح باب القفص وبتنجح وبيتفتح فعلا، وأخيرا بتخرج وبتقول كيرتو أنا مش هستسلم وهجيلك. ومن الناحية التانية كيرتو وليفا وصلوا لمدينة القاعة، وليفا مندهشة من جمالها. وفي تلك اللحظات بيسمعوا صوت النظام وهو بيقول السيرفر سيتم إغلاقه في خلال 10 دقايق، فلازم كل اللاعبين يسجلوا خروجهم. وبعدها بيروحوا ويدوروا على سكن. ومن الناحية التانية أسنا بتخرج من سجنها وبتمشي على طول الطريق وبتفتح باب، وبعدها بتلاقي خريطة وبتدور على مكان الخروج، بس بتشوف في الخريطة مكان للتجارب، وبتفتكر كل كلام نوباياكي وخططه. نيجي هنا لكيرتو وسوجو، وكيرتو بيساعدها في الطبخ، وسوجو بتقول تيجي نخرج النهارده؟ فبيقول لها انا مشغول النهارده وكمان عاوز اروح المستشفى. فبتقول له انا هاجي معاك، وبيتفقوا. نرجع تاني لأسنا اللي بتروح لمكان التجارب وبتدخل وبتتصدم من هول المنظر اللي شايفاه، كل عقول ومشاعر اللاعبين الفاهم موجوده هنا. مستحيل، معنى كده ان كلامه صح ويقدر يتحكم فيهم كلهم. وفي اللحظه دي حد بيدخل، فأسنا بتستخبى وبيكونوا كائنات غريبه وهم المسؤولين عن اداره القسم ده. وبعدها أسنا بتشوف وحده تحكم فبتجري عليها بسرعه وبتفتح وحده التحكم وبتدور على تسجيل الخروج، ولسه هتسجل خروجها فبيظهر حد وراها وبيمسكها بسرعه، وبيكونوا دول الكائنات اللي شغاله هنا وبيرجعوها لسجنها تاني. ومن الناحيه التانيه كيرتو وسوجو وصلوا المستشفى عند أسنا، وسوجو بتفكر وبتقول لنفسها انا مش فاهمه مشاعري ولا فاهمه حاجه، بس انا متاكده اني بحب كيرتو. بس كيرتو بيحب أسنا وبتحبط جدا. وبيمر الوقت وسوجو بتدخل الفهم وبيكون باين عليها الزعل والاكتئاب جدا، وبتقول لنفسها ان خلاص كيرتو مش ليها وانا مش هقدر اصارحه بمشاعري. وفي الوقت ده بيجي كيرتو وبيلاقيها بتعيط فبيهديها، وليفا بتشكره. وبعدها بيكملوا رحلتهم وبيوصلوا اخيرا لشجره العالم، وبتكون عاليه لدرجه مجنونه لدرجه ان قمتها مش باينه من السحاب. وفي اللحظه دي يوي بتقول ماما، فكيرتو بيقول لها فين؟ فبتقول له فوقنا على طول، انا متاكده ان دي هي. فكيرتو بيتضايق جدا وبيطير بسرعه مجنونه جدا وبيحاول يطير لقمتها، وليفا بتزعق لا اقف الحاجز هتخبط فيه. وكيرتو ولا
بيفرق معاه، وبوم بيخبط في الحاجز وبيحاول يخترقه مره في الثانيه في الثالثه بس ما بيقدرش، وكيريتو غاضب جدا ومش شايف قدامه. بس ليفا بتمسكه وكيريتو بيقول لازم اوصل لها باي طريقه. وفي اللحظه دي اسنا بتسمع صوت يوي وبتسمعها وهي بتنده، فبترمي لهم حاجه وفعلا كيريتو بيشوفها وبترمي بطاقه، ويوي بتقول ان ده مفتاح وحده التحكم المركزيه. فكيريتو بيسال ليفا فين البوابه، فبتقول له على مكانها. بس استنى، مستحيل حد يقدر يهزم الحراس، حتى اقوى الجيوش ما يقدروش يعملوا كده. بس كيريتو ولا بيشغلوا كل ده وبيودعها. شكرا جدا يا ليفا وانا هكمل الطريق لوحدي. وبعدها بيروح بسرعه للبوابه، وكيريتو بيخرج سيفه وكل اللي شغله حاجه واحده بس، وهو انه ينقذ اسنا ويدخل البرج. وبيكون في مولدات في كل مكان، وكيريتو بيخرج اجنحته وبيطير باقصى سرعته، وبيظهر اول حارس وكيريتو ما بيرحموش وبيطير رقبته في لمح البصر. ولكن في ذلك الوقت بيظهر عدد مرعب جدا من الحراس، وكيريتو بيتصدم بس بيهجم بكل قوته وبيقضي عليهم واحد ورا التاني، وبيقاتل بكل قوته ومش راحم حد فيهم، وبيفتكر اسنا وبيشيد غضبا وبيفتك بيهم من غير اي رحمه، وبيهجموا عليه كلهم. بس على مين يا معلم؟ كيريتو بيتوغل فيهم ضرب ومش شايف قدامه، بس واحد بيتصدر كيريتو وبيكون خلاص هيسيبه، بس لا، كيريتو بيفرتكه بضربه واحده. يا جبروتك يا جدع، وبيطير بكل سرعته وخلاص هيوصل، بس مش بالسهوله دي، بيتصاب بسهم في ايده. كل الحراس محاوطين كيريتو من كل الاتجاهات. اوبا، صدمه بكل معنى الكلمه، وبيطلعوا عليهم بعدد مهول جدا من السهام، وكيريتو بيتصاب في كل مكان في جسمه وبيستحمل وبيكمل وبيكون هيوصل. بس في اللحظه دي رمح ضخم بيخترق جسم كيريتو، وبوم بيخترق جسمه عدد كبير جدا من الرماح. لحد هنا وخلاص يا كيريتو، دي نهايه طريقك. وبيموت كيريتو بس لسه روحه موجوده، وبيقول لنفسه انا كنت غلطان لما فكرت ان اقدر اتخطى حدود العالم ده. وبيفتكر كل ايامه في SAO وكل لحظه عاشها هناك والقوه الجباره اللي كان بيمتلكها، وبيقول هنا انتهى طريقي، انا اسف يا اسنا. ولكن في تلك اللحظه بتدخل ليفا وبتتفادى كل الحراس وبتمسك روح كيريتو وبتحاول تهرب، بس الحراس بيسيبوه بعدد مرعب جدا من السهام، بس بتستحمل وبتوصل وبتخرج من البرج وبتخرج اداه وبترجع كيريتو للحياه من تاني. وكيريتو بيشكر ليفا وبيقول مش لازم تعملي كل ده علشاني، انا مش عاوز اسبب لك مشاكل تاني. وبيكون هيدخل تاني البرج، فبتقول له خلاص يا كيريتو مش هتقدر تعدي لوحدك، بس كيريتو بيرفض. وفي اللحظه دي ليفا بتروح بسرعه وبتحضن كيريتو ولسه هتعترف له بحبها. كيريتو بيقول لو وقفت هنا مفيش حاجه هتنتهي ولا هتبدا، لازم اروح واشوف اسنا. وهنا كانت الصدمه الكبرى. مستحيل. وليفا بترجع ورا وبتقول معنى كده ان ده انت يا كيريجايا. اوبا، ليفا عرفت ان كيريتو هو ابن عمها، وكيريتو بيقول مش معقوله انتي سوجو. خلاص كل حاجه اتدمرت، يعني هي حبتك في العالم الحقيقي وطلعت بتحب واحده تانية ومش ليها، ودلوقتي حبت شخص تاني في عالم افتراضي، ويطلعوا الاتنين نفس الشخص حرفيا. سوجو قلبها اتكسر وبتسجل خروجها بسرعه، وكيريتو بيروح وراها بسرعه وبيروح لها اوضتها وبيخبط عليها، بس ما بترضاش تفتح له وبتزعق سيبني لوحدي وامشي دلوقتي. فبتروح بسرعه وبتفتح الباب وبتزعق انت خنت مشاعري وحبيتك وحبيت كيريتو، وفي الاخر انتوا الاتنين نفس الشخص. فكيريتو بيقول لها انت بتقولي ايه، مش احنا اخوات؟ فبتقول له انا عارفه كل حاجه ما تصعش عليا، انا عارفه اننا ولاد عم. اوبا، حرفيا سوجو قلبها اتكسر حرفيا، وكيريتو مش عارف يعمل ايه، وبيفتكر ايامه في SAO مع اسنا، وبيقف وبيقول لا لازم اصالح سوجو وراضيها، وبيقول لها هستناكي هناك في الفا هيم. وبيمشي، وسوجو بتفكر وبتلبس جهاز الVR وبتدخل الفا هيم وبتروح للمكان اللي اتفقوا عليه، وبتقول لكيريتو قاتلني عشان ننهي القتال اللي بدأناه. وكيريتو بياخد وضعيه وبتقول دي نفس الوضعيه اللي كان بينزل بيها في العالم الحقيقي، بس المره دي في المكان اللي محدش بيقدر فيه على كيريتو. وسوجو بتهجم على كيريتو بسرعه كبيره جدا، بس كيريتو بيتفاداها بسهوله، وكيريتو بيتبادل معاها ضربات كتير وبتطير لمكان بعيد، وكيريتو بيروح وراها وبتكون هتهجم باقصى قوه. ولكن في تلك اللحظه سوجو بترمي سيفها وبتقع، بس كيريتو بيمسكها وبيعتذر لها وهي كمان بتعتذر له. وفي اللحظه دي كيريتو بيحضنها وبيتصالحوا اخيرا، وسوجو بتقول له انها هتساعده في انه ينقذ اسنا، وبعدها يقابلهم ريكون. وليفا بتقول له انهم هيقاتلوا حراس شجره العالم، فبيروح معاهم وبيوصلوا فعلا. وكيريتو بيطلق العلان لقوته وبيفرتك الحراس واحد ورا التاني، بس في اللحظه دي بيظهر اعداد مهوله جدا مش معقوله، اعدادهم مرعبه جدا، وبيهجموا على كيريتو بسرعه كبيره جدا وبيصيبوه بضربات خطيره جدا. بس ليفا وريكون بيعالجوا كيريتو، وكيريتو بيكمل قتال، بس للاسف كل ده مش كافي يا كيريتو. وريكون بيسال ليفا انا مش فاهم حاجه بس ده مهم صح؟ فبتقول له ايوه. وفي اللحظه دي ريكون بيظهر تعويذه قويه جدا، واول
اول ما ليفا بتشوفها بتتصدم، مش معقوله ده سحر الظلام، وبتظهر قوه جباره جدا وبتفرتك اي حد يقابلها وبتعمل فجوه كبيره جدا. بس في المقابل ريكون بيموت، وفي اللحظه دي كيريتو بيطير بسرعه مجنونه جدا وبيكون هيعدي، بس الفرحه ما بتكملش والحراس بيوقفوه وبيصيبوه بوابل مرعب جدا من الضربات، وكيريتو مش قادر يعمل حاجه. معقوله خلاص كيريتو هيموت وهيفشل تاني، وليفا بتعالج كيريتو بس الحراس بيحاصروها وخلاص هيقضوا عليها هي كمان. معقوله كل اللي عملوه هيضيع في الفاضي. بس في اللحظه الاخيره بيجي جيش كبير من السلف ومعاهم جيش من قوات التحالف، واخيرا بيجوا زعماء التحالف وكل الجيوش بتهجم بقوه مهوله جدا وبيفرتكوا الحراس في لمح البصر وبقوه جباره جدا. وفي اللحظه دي زعيمه السلف بتقول لليفا احنا مدينين لكيريتو بمعروف كبير قوي، ودلوقتي هتبدا المجزره اللي بجد. والجيوش كلها بتهجم بقوه مهوله جدا، وكيريتو وليفا بيقاتلوا مع بعض وعاملين شغل عظمه على عظمه. كيريتو خلاص هيخترق الحراس، بس الحراس بيشكلوا جدار مرعب جدا للمره الثانيه، بس المره دي سنشهد القوه المرعبه للسياف الاسود. وليفا بترمي سيفها وكيريتو بيمسكه وبيظهر قوه مرعبه جدا وبيقتل في الحراس من غير اي رحمه، وحرفيا الاف من الحراس بيخضعوا قدام قوه السياف الاسود. واخيرا قد جن جنون كيريتو، وبوم بيخترق الجنود كلهم وبيفرتكهم، وليفا متسمره مكانها من الرعب والعظمه اللي شافتها. واخيرا وليس اخرا بيوصل كيريتو للبوابه الاخيره والقوات والوحوش بينسحبوا، وكيريتو بيلاقي الباب مقفول وبيقول اعمل ايه دلوقتي. وفي اللحظه دي بتيجي يوي وبتقول ان الباب ده مقفول من المسؤولين، فبيقول لها يعني ايه الكلام ده، فبتقول له يعني مفيش اي لاعب مسموح له انه يوصل لهنا اصلا. صدمه بكل المقاييس. في اللحظه دي الحراس بيظهروا من تاني، يعني ايه خلاص كل اللي عملته ده هيضيع. بس بيخرجوا البطاقه اللي اسنا وقعتها وبيديها ليوي، ويوي بتمتص بياناتها وبتفتح الباب فعلا، وبيدخلوا اخيرا وبيجروا في الممر، وكيريتو بيمشي ورا يوي وبيفتحوا في البوابات لحد ما اخيرا بيوصلوا لقمه شجره العالم. وبيقول بس ما فيش ولا مدينه سماء ولا اي حاجه كل الفتره دي، ونوبيوكي بيضحك على كل اللاعبين. وبيكملوا جري، وفي اللحظه دي كيريتو بيشوف اسنا وبيروح لها، ويوي بتفتح القفص وبتروح تحضنها، واسنا بتقول لكيريتو كنت عارفه انكم هتيجوا، ويوي بتقول ان اسنا مختومه بنظام معقد ولازم نستعين بوحده بيانات مركزيه، فاسنا بتقول انا عارفه مكانها. وفي تلك اللحظات بتنطلق قوه جاذبه مرعبه جدا، وبوم كيريتو بيتلزق في الارض ومش قادر يتحرك، ويوي بتختفي. اوبا هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفي اللحظه دي بيجي نوبياكي وبيقول صرصار دخل قفصي، وبيدوس على كيريتو وبيقول له انت جيت هنا ازاي؟ فكيريتو بيقول له قضيت على كل حراسك، فبيتضايق وبيقول خطتي في السيطره على كل عقولكم ومشاعركم بقت 80%، وقريب جدا هسيطر على البشريه. وبيظهر سلاسل وبيكتف اسنا وبيرفعها وبيضايقها، وكيريتو متضايق جدا وبيكون عاوز يروح له بس ما بيقدرش، ونوبياكي بيضرب كيريتو وبيقول له مكانك الوحيد هو الارض، وبيمسك سيفه وبوم بيصيب كيريتو بضربه قويه جدا. لا وايه كمان بيظهر اوامر اللعبه وبيزود الالم، ومع كل لحظه بتعدي كيريتو بيتالم اكتر، ونوبياكي بيضايق اسنا اكتر وبيستفز كيريتو، وكيريتو مش قادر يعمل حاجه وبيقول هقتلك يا نوبياكي. بس ازاي يا كيريتو بس وانت حتى مش قادر تتحرك؟ وكيريتو بيقول لنفسه ازاي وصل حالي لكده، انا كنت الاقوى على الاطلاق، معقوله خلاص دي نهايتي؟ وفي تلك اللحظه كيريتو بيسمع صوت حد بيقول له هتهرب ولا ايه؟ فكيريتو بيقول لا، فبيقول له هتستسلم؟ فكيريتو بيقول مش بايدي حاجه اعملها، انا مجرد لاعب وهو مدير النظام. وبتكون اللي بيتكلمه روح شخص، ايوه دي روح كايابا اكيكو، وبيقول لكيريتو في نزالنا قدرت تهزمني وتخترق نظام العالم بالكامل، قوم يا كيريتو عملتها زمان وهتعملها دلوقتي، ما تنساش نفسك انت السياف الاعظم. وبيختفي، وفي اللحظه دي كيريتو بيقف ونوبياكي بيقول انت لسه عايش، وبيروح له وبيكون هيضربه، بس كيريتو بيمسك ايده وبيقول نظام الاداره المعرف هيسكليف، وفجاه بيظهر نظام الفهم، وكيريتو بيلغي كل قوه نوبياكي. نوبياكي مصدوم، ازاي ده حصل؟ ازاي المعرف بتاعك يتفوق على المعرف بتاعي؟ ده انا مالك العالم ده. لا انت ولا ملك ولا حاجه، انت سرقت العالم ده ومش انت اللي صنعته. وبيكون كيريتو كان معاه معرف هيسكليف من SAO، ونوبياكي بيحاول يستدعي السيف الاسطوري بس ما بيقدرش، وكيريتو بيستدعيه وبيديه لنوبياكي وبيلغي تاثير الضرر، يعني اي ضرر هيحصل
هيصيبهم هنا فهيأثر عليهم في العالم الحقيقي. اوبا، لقد اشتعلت نيران غضب وانتقام كيريتو، وبيقول له مهما حصل كايابا ما هربش من نزالي، وعلى عكسك انت حتة فاشل. فنوباياكي بيزعق وبيغضب جدا. ايوه انت يا كايابا دايما بتدمر خططي، انت وبطلك. والان ستبدأ المعركة بين السياف الاعظم او البطل كيريتو والملك المزيف نوباياكي. ونوباياكي بيهجم على كيريتو بكل قوته بس من غير اي فايدة، وكيريتو بيتصدى لكل ضرباته، وبوم بيصيب نوباياكي بضربة صغيرة بس نوباياكي بيتألم جدا. وكيريتو بيقول له ده مجرد خدش صغير، وبوم بيقطع ايد نوباياكي في لمح البصر. زي ما انت ما رحمتش اسنا انا مش هرحمك. وبيقطع فيه في لمح البصر، بيفلق جسم نوباياكي نصين، وبيمسك راسه وبيرميها فوق، وبوم بيفرتكه نهائيا وبيقضي عليه. عظمة ما بعدها عظمة والله يا ابني. وبعدها بيفك اسنا وبيسجل خروجها. وكالعادة يا سادة كيريتو انقذ الموقف مرة اخرى. وفي الوقت ده كيريتو بيقول كايابا انا عارف انك هنا. وكانت الصدمة، كايابا بيظهر فعلا، وكيريتو بيقول انت لسه عايش. فبيقول له تقدر تقول كده بس في العوالم الافتراضية بس. فكيريتو بيشكره، فبيقول له لا ما تشكرنيش عشان ما فيش حاجة من غير مقابل. فكيريتو بيقول له عاوز مني ايه؟ فبيظهر له كرة فيها طاقة هائلة جدا، وبيقول دي فجر عالم جديد هيظهر قريب، وانت هتكون خليفتي يا كيريتو ومنقذ العوالم الجديدة، وفي المستقبل هتفهم كل حاجة. وبعدها بيختفي. اوبا، شكل الدنيا هتلعب معاك يا كيريتو، والاحداث هتاخد مجرى تاني خالص. وكيريتو بيسجل خروجه وبيلاقي سوجو، فبيحضنها وبيشكرها على وقفتها جنبه. وبعدها بيروح بسرعة المستشفى اسنا وبيوصل. وفي تلك اللحظة حد بيصيب كيريتو بسكينة من ظهره، وبيقول استنيتك كتير. وبيكون ده نوباياكي، وبيهجم على كيريتو وبيكون هيقتله، وبيقعد يضربه وبيدوس عليه. انت يا كيريتو اكبر عقبة وقفت في طريقي، ومفيش حاجة تخلصني منك غير موتك. وخلاص هيقتله بس بيتفادى الضربة، وبيهجم عليه تاني وخلاص هيقتله، بس كيريتو بيمسك ايده وبيوقعه وبيمسك السكينة. ونوباياكي بيخاف جدا وبيكون هيهرب، بس كيريتو بيمسكه وبيخبط دماغه وبيحط السكينة على رقبته، وبيفتكر كل حاجة عملها نوباياكي، وخلاص هيقتله بس بيسيبه. ونوباياكي بينهار وخلاص هيتجنن من الصدمة. فكيريتو بيسيبه مرمي وبيطلع لأوضة أسنا. وأخيرا وليس آخرا أسنا بتفوق وبتكون كانت مستنية كيريتو، وكيريتو بيفرح جدا وبيجري عليها وبيحضنها، وكيريتو بيعيط وبيقول لها أخيرا يا أسنا المعركة الأخيرة انتهت. فأسنا بتقول له أخيرا يا كيريتو، وأخيرا وليس آخرا انتهت كل العقبات اللي واجهتهم في طريقهم. وهنا بتنتهي حلقتنا، وعيد مبارك علينا وعليك يا صديقي، واستناني في حكايات أجمد وأجمد. أشوفكم بخير ويلا سلام.